ايوه انها تعمل مسوق انها تعمل تعبين هذا مواطنون من مدينة إيتان يغادرون إلى منطقة المحاضرة. جمهور مدينة يغادرون إلى منطقة المحاضرة بأعداد هائلة.
القائد العام في وسط الجمهور إيتان. تحرير تحرير حرية حرية اشتراكية. نسلم عليكم سلامة الثورة، سلام هار. هسه قبل قليل وما قدروا يجينا مشى الفرن، ومن فرن مشى برا. الكلام ده هو نسى انه كان هذا وعد للجمهور بتاعتنا. الليله ده جاء عشان ما يجي يشاركهم الاحتفال بتاع 16 مايو. من الناس الماشيين مع والقائد سيد فكير مياردي، نائب رئيس هيئة الأركان العمليات، القائد مارتن منيار، القائد نواردي، القائد بنتون بوين، وجمع من ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان. انتم مشكورين. جماهير بتاعتنا سلام عليكم. أنا سلامتكم كله باسم بتاع حركة، باسم بتاع السودان الجديد. السودان الجديد. زي ما قال كومراد تعبان معكم احتفال بتاع عيد نمر 7 بتاع الثورة بتاعنا الفجر في يوم 16 مايو 83. لكن أنا ما قدرت عشان أجي لأسباب بتاعته. ونعمل تنوير عامة نسبة للأوضاع العاصمة بسرعة، وحصلت حاجات كثيرة. عملنا شغل كثير في 7 سنوات. لقينا صعوبات كثيرة. عندنا شهداء، عندنا معوقين، أبطال. وأنا عاوز نسلم ونحيي كل مرة بتاع شهيد، كل معاون. ونعكلهم على نسوان بتوم ويال بتوم انه الاستشهاد الحصلت ده ما ساكت. نحن حنمشي طويل عشان نحقق هدف بتاعنا باسم بتاع ارض بتاعنا وباسم بتاع الشهداء بتاعنا. في 7 سنوات
بدأنا هنا في إيتان كان في مشاكل كثيرة. تانين منكم بذكر الكلام ده كان ما في حاجة اسمه يوان. نحن جينا هنا باليد بتاعنا ساكت ما عرفنا ذاته نحن ماشيين وين. لكن كان بلد كربته بمشي بس وكان قلب بتاعك قوي انت بلقى الهدف بتاعك قدام. يا يوم ده في فنان قال بيقول دكتور جور ماشي كده نمرور شو جماعه وانا كلمه وهذا جماعه ملاندر. لكن كل حاجه بغير. نحن الشجر اسمه كويده يا هو الناس اكل به وما في اي شيء. الناس باكل 5-4 ايام بدون اي اكل. لكن هسه ايتن في تطورات يا هو حصل هسه الاسكان بتاع ايتن اكثر من 300,000 وده اكبر من بعض الدول بتاع افريقيا الايتن براو. فنحن مشينا بعيد. نحن مشينا بعيد في مجال بتاع سياسة في مجال العسكري. نحن بدأ شوية في ملوى الداود في 83. نحن بيقوا تيارة فلاتة في ملوى الداود ومشينا ناس نحن بيقوا 2 تيارة فلاتة. ولأول مرة الناس في الخرطوم ومن قالوا نحن استخدمنا في الزمن ده استخدمنا صواريخ وقالوا ناس دي جنوبين ممكن يضرب تيارة فلاتة بصاروخ ومن عارف كلام ده من وين. لكن ده هو كان الحق. من زمن ده نحن قفلنا شركات بتاع حكومة، شركة بتاع توتال، شركة بتاع نحن قلنا كلام ده ظاهر كلام ده كيف هو. نحن قلنا يا جماعة كده نقبل كلام واحد إنه هو البلد بلد بتاعنا كلنا. ده حقيقة بسيطة حقيقة صغيرة لكن ما بسمع الحقيقة بسرعة عشان البلد أسسوه على كذب. نحن قلنا الكذب ده يشيل برا نعسل السودان بتاعنا كلنا. وده ما غريب لنا. في دول كثير عملوه أسسوه وبقى دول كبيرة زي أمريكا. أمريكا بس عنده عمرها 200 سنة. فنحن بقول كنا نتبع الكلام بيقولوا في عرب في أفارقة في قبيلة ده وفي قبيلة ده وكلنا عسل السودان جديد بتاع ديمقراطية بتاع مساواة بتاع ديمقراطية. معناه شنو بتاع ديمقراطية؟ إنه ناس الانتخابات في خرطوم دائما بقول ولد أولاد البلد يا بكون عنده مصلحة في الخرطوم. الطائفية يا هو حكم خرطوم من 56. فنحن قلنا كلي ناس لازم يقبل بعض ونكون سوا كلنا في شمال في جنوب في شرق في الغرب في الوسط. احنا قلنا البكلي السودان القديم ده البكلي قوي ده الجيش بتوعه. ومن 83 احنا قلنا الحرية والسودان الجديد ما بتحقق الا اذا نحن دمروا الجيش ده كسر الجيش بتاع السودان القديم كسروا كله نحن كل الجيش ثاني عشان جيجا ياو بكلي المستعمرين فوق يوم ده في جوبا
بعد اتفاقية بتاع أديس أبابا في 72 قالوا ده الجنوب أدام حكومة مطار. طيب حكومة مطار ده ما عنده جيش مطار كمان؟ عشان ما في حكومة بدون قوة. كان انتوا سمعتوا قال في حكومة بدون قوة، ده تكوين بتاع حرامين. فبوليس ساكت، بوليس عريف والوكيل عريف والعسكري نفر. بوليس كان انت ما عندك جيش وعندك بس برلمان. زي ناس جوبا كان عندهم برلمان. عسكري ساكت بتاع بوليس ممكن يجي ويقول البرلمان مقفول، نحن قفلوا. انت بقول شنو؟ ما عندك قوة، ما عندك جيش، ما عندك سلاح، ما عندك كلاشينكوف. والناس التانيين عندهم كلاشينكوف. هم يابوا وجه قال شيل حكومة مطار. بعد شوية قال لا جيب حكومة مطار ده. فنحن قلنا الدار بتاع حكومة القديم بتاع السودان ده جيش. فنحن قلنا في 83 نحن بكسر الجيش بتاعهم ده، ونحن بقود جيش جديد اللي بتمشي مع حكومة الجديدة بتاع السودان الجديد. ويا جماعة ده برنامج يا ونحن قابل يعمل من 83 ونحن قربنا للنجاح، قربنا عشان نحقق الهدف ده، عشان ندمر الجيش بتاع السودان القديم. التدبير بتاع جيش السودان القديم مش كأشخاص، لكن الجيش كمؤسسة. الجيش بتاع مؤسسة، وده هوية الضارب بتاع الحكومة. كان انت ما كسر بنية ده بتدخل سنان بتاع كل يوم. فنحن نقول هنا كسر القرون بتاع حكومة بتاع السودان القديم. ومن 56 الناس اللي بيجي في السلطة في خرطوم يا ابو قول نفس الكلام، في جنوبين وفي غير جنوبين. بعد جنوبين في غربين، بعد الغربين يا هو قال الجنوبين والغربين اولاد بلد يا كل يوم بيحكموا. في برضه ناس من الشرق في عدان دوا كل ما خسر في سلطة من 56 مالو ومن مالو لنا بس على هناك. قال ما متعلمين ليه؟ ما فتحوا مدارس ليه؟ يا سبب هسه نحن فتحنا مدارس بتاع الجيش الأحمر عشان هم يا ناس بتاع المستقبل، عشان ما يقولوا بعدين قالوا من ما متعلمين. فالحكومة المتوحدة بتاع نيانيوان نحن حققناه بشكله. ويوم ده قلنا ما مسك شالوا محطة بتاع بوليس، ما سكاير بتاع بوليس ساكن هنا ما مسكوا. لكن احنا شاكلنا 17 سنة ويوم حضرنا حكومة متوحدة. نحن هسه عمل شكلها 7 سنوات. نحن مشينا مشوار كثير، قبلنا محلات كثيرة، ونحن هيعول عن كون مش حكومة متوحدة، نحن بيعمل حكومة جديد. من زمن ده نحن من شكلها بتاع ملوالقاوة نحن مشينا بصورة وهسه ده نحن بكلم قبل عمر البشير جاء في سلطة. نحن حررنا كل شمال بتاع النيل من نمولي لكات ينصر ملوال، وجاي لإثيوبيا وماشي لكينيا وماشي ليوغندا. شيلنا معنا ده كله. احنا شيلنا مع كبير زي ناصر، شيلنا مع كبير زي يعقوبة، زي واد، زي بور، زي توريت، زي كابويتا، زي بوما، زي نمولي، زي يرول، أدم غير ده كله معلات بتاع جيش. جوكو ويني قريب ده
فالناس في الخرطوم كانوا تعبانين عشان نحن الأسبياء اللي ماشي قدام، ودائما كانوا من جاء عشان يكلم. طبعا السلام ده الناس في الخرطوم كانوا من قال سلام، بيقول كل سلام بتاعك في الأعداء وتعالى كلم سلام. أنا بقول والسلام بتاعكم ده يا أخوان مع سلام. الكلام بتاع سلام بكلم باللسان. انت ماسك سلام بتاعك، انت عاوز تكلم سلام، انا جاهز، انا بكلم سلام كمان وانا ماسك سلام بتاعي. كان عاوز يقول فلاته قال لي حسب ورا كم يرجع، كان الكتب ورا 50 متر، انا كتب بتاعي 50 متر، انت كتب بتاعك 50 متر. كان الكلام كره بعدين انا جري للسلاح. Juba chukwan tim, chutong mai. Juba chukwar chukli, chutong mai. Kukai chuma, kejama tadi, pena mercha Sudan. Kechuma kukai jama tadi, pena mercha Sudan. Kiye ko jam dan jama wal chuman. Muye ko jam go jama wal chuman. A chuman woje, yane to man kai garano majority. You need to match up, Garama, your chaining the job of the divide, chaining the chicken, don't want to go to the Harigama, to what they have to cheer up. A chief put up on my room, the bed on your right, and tell it. We did go there, we got a woman, or Carlo, showing you. Ayo wala kionye tenda kalamsa. ففي المجالات دي كله SPLA من ما أسست نحن بكلم ونحن بشاكل، نحن بشاكل ونحن بكلم سلام، نحن بكلم سلام ونحن بشاكل، ونحن بيعمل كلام ده لكان مع نحاصل لهدف بتاعنا. فوقت عمر البشير، العميد عمر البشير هو يوم ده ورقة نفسه قال يكون فريق ولا فريق أول، لسه ما وصل فريق أول، هو فريق من العميد جاء في سلطة وقال فيها جاي اسمه إنقاذ الوطن. جاء عشان يعمل إنقاذ لشنو؟ جاء عشان يعمل إنقاذ للسودان القديم. وطبعا له حق عشان يعمل إنقاذ للسودان القديم، عشان السودان القديم لسه بتوه. نحن جينا للتدمير بتاع السودان القديم. فيوم ده في 30/6/89 عمر شال السلطة عشان احنا كنا قربنا للسلام. نحن في كوكادام في 86 نحن مشينا كسودانيين واتفقنا على أسس بتاع السودان الجديد. أولا نحن قلنا ما في حاجة اسمها مشكلة الجنوب، المشكلة دي مشكلة بتاع السودان عامة. نحن قلنا كلام اسمه الشريعة الإسلامية ده جدعو بعيد، نحن ما ضد الدين. الزول المسلم والمسيحي وغيره اللي عنده فجور بتوعه نحن ما ضده، كله يعملوا في بيت بتوعه أو في كنيسة بتوعه أو في مسجد بتوعه، لكن ما يجيب للحكومة عشان الحكومة كان يعملوا على أساس بتاع دين، الدين الواحد يبغى يحكم وناس تانيين بمشي وين. فنحن قلنا كليه يشيلوا الشريعة الإسلامية بتاع نيميري بتاع سبتمبر، كليه يشيلوا برا.
اتفقنا على كلامات كله. نحن قلنا نمشي لمؤتمر الدستوري عشان نتفق على الأسس دي، لكن صادق المهدي ما وافقوا أولا وغير الناس بتوعهم عشان هم جاء في سلطة. عملنا شكل بعد على كان 88 وقد نحن عملنا اتفاقية مع DUP الاتحاد الديمقراطي. الاتفاقية ده زي كو قدام، لكن بدل ما نقول إلغاء بتاع قوانين سبتمبر نحن قلنا تجميد. قلنا نجمده نمشي نكلمه بعدين نتفق في كلام في مؤتمر الدستوري. الاتفاق ده مع الاتحاد الديمقراطي يا جاب توتر يا جاب عمر فوق، عشان هنا كان بقابل مع حكومة بتاع صادق المهدي يوم 4/7، لكن الأخوان المسلمين في الخرطوم في النظام بتوعهم قالوا كان الناس ماشي في مؤتمر الدستوري كان المفروض يكون يوم 18 شهر 89، فعمر أخذ حكومة يوم 30 عمل انقلاب عشان يوقف السلام، ووقف السلام فعلا. ولسه نحن ماشيين في الزمن ده. نحن بكلم ومن جاء لنا في أديس قال عاوزين كلام، ومن جو نحن أسأل من انتم شيل الحكومة ليه ما قادر يكلموا. ماشي في خرطوم ماشي عمل مؤتمر بتوع براهم، وقال ومن دكتور جون يجي لنا في خرطوم عشان نوزع ونولد في خرطوم. القوة بتاع الأسفيالي والنظام بتاع الأسفيالي شغال دائما مع القوة السياسية السودانية. زمان ده السلطات في الخرطوم وزمن ده شمالي يا كان بيجي للجنوب ويلقب الجنوبيين يقول انت يا ابل انت يا كويس يا لابو انت بطل يا قدقوط انت كويس، والجنوبيين يشاكل مع بعض على ما في، عشان حكومه ما في حكومه بدون جيش، لكن قالوا يصدقوا انه في حكومه. ففي 83 نحن قلنا الكلام ده، يقولوا لنا الجنوبيين نحن نسيبه. قالوا نقول كمان نحن سودانيين معروف ونحن في السودان، وقلنا نحن سودانيين. اي زول ممكن يدخل الحركه، سواء كانوا من جنوب ولا من شمال ولا من غرب ولا من وسط، كانوا عرب ولا افريقي. في 88 انا كان كلمنا مع الاتحاد الديمقراطي حسب الهدف بتاعنا. نحن هسه عندنا قدره، عندنا الكفاءه السياسي وعندنا الكفاءه العسكري عشان نتكلم مع اي حزب. فبعد عمر شال الحكومه وبقى يطبق في النظام بتاع اخوان المسلمين. الناس اللي كانت في سلطه زمان الحزاب التقليديه ناس ناس DUP بقى برا من السلطه، والسبيل ماشي مع تنظيم بتوع بيرا مع جيش بتوع. هسه ناس عمر البشير في حكومه بتاع اخوان المسلمين عاوزين يعمل تصفيه بتاع جيش السودان، عشان ما ممكن يكون عندك جيش بتاع اخوان المسلمين ما بتاع اخوان المسلمين وعندك حكومه بتاع اخوان المسلمين، جيش بعدين بيشيل الحكومه. فالاخوان المسلمين عاوزين يدمر الجيش بتاع السودان. هم قاموا يعملوا هسه هم شطوا من الخدمه ثاني ماشى معاش تقريبا 2000 ضابط من جيش السودان. فالناس بتاع جيش السودان
الكبار ومن جاء لنا وقال لنا كلام ده قال الاخوان المسلمين جابوا كربلة. انا قلت والله لا انا من قال هاي اخوان ده جابوا كربلة. انا قلنا وراي بتاعكم شنو؟ ومن قال كلنا اللي سوا ونضرب الاخوان المسلمين ده. انا قلت وما ليه؟ فانا ونس قريب ده وانا جاي من اديس ابابا نحن ونسنا مع القيادة العامة بتاع جيش السودان السابق اللي كان تحت صادق المهدي اللي هو نائب رئيس هاي الاركان بتاع عمليات ومدير بتاع عمليات. الناس اللي كان بيشاكل معنا قريب ده السنة اللي فاتت جاء لي في عدس واحد اسمه فريق عبد الرحمن سعيد كان يعاون نائب رئيس هاي الاركان للعمليات ولنا ونس كويس. فهمنا بعض عشان ندوقوا عمر سوا. ومن بيقول والله انتم كويسين انتم بشكل كويس. ايه الناس دول شكلهم مبارك. ومن قال مبروك عليكم ولا انتم شكل كويس يوم ده. انا قلت ده كويس اصلا هنا بشكل كويس مع بعض. هنا بشكل ضد عمر البشير. هنا بشكل احسن من زمان. فده حاجه هيكون كبير والمفروض انتم مواطنين وجماهير وشهداء وعساكر بتاع الموجودين هنا انهم ناس دي بعد شويه هيعلن قياده بتاع جيش السودان الشرعيه. قياده بتوع جيش السودان انا بفرتك فيها بمشي مع القياده الجديده ده والبفضل مع القياده بتاع اخوان المسلمين. هيكون في 2 جيش. ومن قال لي انتم ادينا محل المحرره عشان نقود الجيش بتاعنا فوقه. ومن بيقول هم اللي يهو الجيش ناس عمر ديل متمردين. ده يهو كلام من قال قولوا هسه قال هم اللي يهو الجيش بتاع السودان الاصلي. فنحن بديهم قطاع العرض. نحن بديهم قطاع العرض في المناطق بتاعنا المحررة. ضباط بتوعهم اللي طردوا من الخدمة ده بيجي هناك هم أكثر من 2000 والبيجي من جيش السودان بيجي هناك والساكر بتوعهم بيجي هناك. جيش بتاع السودان بيكون 2 بيكون في جيش بتاع اخوان المسلمين القيادة بتاع عمر البشير. هم بيقول كده انا ما اعرف جيش بتوعهم هم بيقولوا شنو لكن هم بيقول ده هم اللي هو الجيش الشرعي بتاع السودان. فهيكون قيادة بتوعهم عندهم قائد العام بتوعهم عندهم رئيس هيئة الاركان بتوعهم عندهم 3 نواب. كل ده هيكون قيادة براء. ونحن بس عدومت نحن بس عدومت في التدريب. نحن بس عدومت في عمليات. نحن بيعمل تنسيق معه. وجيش ده مشاكل. نحن بنشوف منو بيفوز. اللي بيفوز بعدين ونحن بنكون ضبطنا الامور بتاعنا في المناطق بتاعنا نحن في فوقه. نحن بنعمل تعزيز. نحن بنعمل كونسوليديشن فوقه. نعمل تنميه بتاعنا فوقه وننتظر النتيجه. بدينا بلاغ بعدين. البفوز ده بيجي بلاغ قال انا نجحت وانا بقول له مبروك. فده تطور كبير ومهم عشان احنا ماشيين للهدف بتاعنا. في الصيف ده المضى ده عمر البشير في شهر 10 السنة اللي فات كان قال هو بدمر SPLA قبل شهر 5. ده كلام قاله عمر البشير. اصلا احنا في شهر 7
هو عمل اي شيء، وقال هو بشيل أكوبا، بشيل وات، بشيل أيوب، بشيل بور، بشيل بيبور، بشيل بوما، بشيل توريك، بشيل كابويتا. ده كان خطوة بتوم. نحن في الأسفل نحن يوم مشينا قدام، يوم قريب ده نحن قبلنا ملوك، ده بيران وملكات، ومرسل البريجيد، ونحن شتلنا بريجيد بيران وملوك. فأنا بقول القوة بتاعنا بيران وملوك أسفل ايه أمشي قدام. في كاكا قوة بتاعنا ماشي في كاكا، ومنجيب كتيبة من جابوا كتيبة من أبو الجبيح قبل ما يوصل كاكا إننا عمل أمبوش. كل الكتيبة ده دمروا كل انتهى. ده قريب ده في شهر واحد في البداية بتاع الصيف نحن مشينا في غرب استوائية، ونحن شتلنا قوة بتاع إزايا فول. قوة بتاع إزايا فول كان عاوز يجي كجي من يي ما قدر، ومن مشي في يوغندا مسك 4 محلات في يوغندا، وجاء عشان يعمل مفاجأة في كجي. ونحن كنا هناك جاهزين. إزايا فول وقف في أمبوش بتاعنا، نحن شتت قوة بتوع، نحن شيلنا عربات بتوع، هو راجع جاري بالقرى، ونحن جرينا وراه بالعربات بتوعه وهو جابه. مشينا قبضنا كايا، وإزايا فول جرى من كايا مشى مربو. في مربو نحن عاوز نقبض إزايا فول وكدو تنورة بتاع مرة وجرى للزعيم. فنحن في غرب استوائية نحن نشيلوا كجوكجي، نحن لسه هناك. نحن نشيلوا كايا، نحن لسه هناك. نحن نشيلوا كيجو دبل كايا ويه، ونحن لسه هناك. نحن نشيلنا مايل 38 ميل من 38 ونحن لسه هناك. نحن نشيلوا مربو ونحن لسه هناك. نحن نشيلنا لاسو ونحن لسه هناك. نحن نشيلوا تورو ونحن لسه هناك. العدو تعبان أسف فيه، وكان هي وقع بعدين جنوب كله وقع. فكلام العمر البشير بقول قال هو وقع بنجح في الحرب ده كلام فارغ، ما صح اطلاقا. عشان قبل ما هو يجي في الحكم يا وننا شيلنا معنا اللي انا قلته ده، وما شالوا ولا مع واحد مننا. هو بكلم عن كرمه، هو شيل كرمه، لكن قبل وكان هو كان جاء في سلطة منيا وكان في كرمه، ما ده كان في الجيش بتاع حكومة يا وكان في كرمه. نحن شيلنا كرمه في شهر 11 ومن شال كرمه مننا، فده بقى زيرو. ده درو. ومن قبل عمر البشير يجي في سلطة، الرمبي كان في حصار، ومن فك الحصار ده. فزي ما انا قلت يوم ده، ومن دخل البيت بتوعه في زول بيقول له لنفسه قال مبروك عشان هو ماشي في المنزل بتوعه، ما في. فما عندهم نجاحات هناك، ما في محل. ومن شالوا مننا اللي كان نحن ماسكينه قبل يوم 30/6. فالحرب بتاعنا ماشي وماشي كويس. في جانب بتاع السياسة أنا ما جيت هنا يوم 16/5 عشان أنا كنت برا. 12 دولة في ظرف 3 أسابيع. عمر البشير وقت شال السلطة هو قال حكومة بتاع صادق المهدي بكل الخوارج يمشي في عواصم بتاع أفريقيا، ما منعوا. نحن مشينا في أكثر عواصم في أفريقيا أكثر من زمن بتاع صادق المهدي في زمن بتاع عمر البشير. فكلام بتاعنا هناك في الخارج معروف، وبكلموا في سنة 90 ده كلام بتاع SPLA وكلام بتاع تيم بتاع كورة بتاع كاميرون، نحن الاثنين في أفريقيا.
نحن يا عجائب بتاع افريقيا عشان هنا بيعمل في حاجه عجيب. نحن عاوزين غير النظام في السودان تغيير شامل، ونحن نحجرين في الكلام ده. في ناس سلام جو وكلام ده انا بسمع هنا في إتم قال كان في سلام، كان مفروض تجي، لكن الدكتور جو رفض السلام ده. انا بسمع تاي هنا في قضيات بتاع إتم ده. كلام ده انا عاوز نقول كلام ده وسوسه. يا تاري يلا كنا ما يعندن بو ما بني ما تشان ما كنا يا تاري يلا كنا ما يعندن بو ما بني ما تشان ما كنا ودوم توكنا مورلي يكون جامتين بناي يا جون وين بالمار كويرمدي مار 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 كوي ما يادي بالمار كويرمدي مار كوي كوني كونا كجالتي ربوانا نسودان يعني كونا كجالبي ربوانا نسودان يا بوكي يا ناس كجالبوا يلا كن يا بوكا يلا كن يا بانو يلا كن يا بوكا يلا كن يا بانو يلا كن يا بانو. إذا في ناس تعبوا أكثر من أي ناس هنا في المناطق بتاع الحرب، وإذا في سلام بكرة، سلام العادل، إذا في بكرة أنا عاوز أحكي لكم ده SPLA ما بتردد، نحن بنشوف السلام طوالي. فكلام بتاع السلام ده صحيح ناس أمريكا في حاجة اسمه المبادرة السلام الأمريكية. كلام ده حصلت في شهر إبليس. ناس أمريكا قال يا جماعة كفاية انتم عملوا سلام. نحن نقول نعمل سلام كيف؟ قال هيكون في فصل بتاع القوات، الجيش بتاع عمر يسحبوا يمشي للشمال، الجيش بتاع SPLA فضل في الجنوب. بعدين نعمل مفاوضات. نحن في اجتماع ده وأعضاء بتاع الحركة في الاجتماع ده كلمنا أنا دكتور لام دكتور ريد دكتور لام ودينا الأول في أديس أبابا. نحن اتفقنا قلنا الكلام ده نحن من 83 نحن بنقول نحن ما عاوزين انفصال بتاع الجنوب. كان فصل بتاع قوة يشيلوني وقوة يشيلون ناس ويجيبوا ناس من برا. ما بفرق السودان، نحن ما عندنا مانع. انتم امشي لامريكا انتم امريكا امشي لبشير وقولوا الكلام ده، كان هو وافق نحن موافقين. وكلام ده مش كلام بتاع إشاعة، كلام ده مكتوب. أنا نيني قدامي المبادرة بتاع السلام بتاع أمريكا ده دوكومنت ده. التايتل بتاعه اسمه Joint Declaration Agreement on a Framework for the Peaceful Settlement of Sudan's Internal Conflict. ده أنا بسلمه بعدين لإدارة بتاع إتم عشان يشرعوا لكم، عشان يكون في زمن أفضل، عشان ناس يعرفوا الكلام اللي جاء في مبادرة بتاع السلام بتاع أمريكا يا كتبوا ده. نحن ردوا كلام ده مش بإشاعات، نحن ردوا بدوكمان ده. الكلام نفس الكلام الجاي من أمريكا. لنا عملنا مع أمريكا ومع بشير. الكلام ده في شهر 5 بعد بتاع السلام بتوعهم. بعد
ساعتين ونص بتاع كلام مع وزير ده، لأن عملنا بيان صحفي عشان جوين بريس ستيتمنت ده بيان مشترك، بيان صحفي مشترك بيني وبين وزير أمريكا. هنا في بيان مشترك بيقول Colonel Dr. John Garangimabur, the leader of the SPLM-SPLA, and Mr. Herman Cohen, U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, met on May 18th at the residence of the American ambassador in Nairobi. The talks, which lasted over 2 hours, were frank, cordial, and productive. The objective was to explore ways of moving towards peace and democracy in the Sudan. The process will continue. ده ياو كلام نحن كتبنا مع أمريكيين. إنه الكلام كان جديا وكان برضه مش إنشاء. أنا بسليب ده الناس إدارة هنا ده مكتوب في جريدة بتقول جريدة اسمه الإنقاذ الوطني. ده بتاع الناس بشير. ومن بيقول ماذا يعني رفض الحكومة لاقتراح الأمريكي بتدويل قضية الجنوب، وأنهم قصة كبير ليه وما رفضوا، ومن جاب كلام ليه وما رفضوا. ده في جريدة ده، وناس بتاع إدارة وناس ثانيين أيزور عاوز يعرف كلام ده ممكن يقرأه بعدين. برضو هنا في جريدة بتاع زامبيان تايمز، أنا كنت بمشي في أفريقيا زمن ده، برضو مكتوب بالواضح. وفي كينيان ديلي نيشن مكتوب بالواضح قال السودان rejects proposals. ده يوم 6 شهر 6 يوم كتبوا ده يوم الرفض. قال السودان rejects proposal. Sudan's military government, I'm quoting, said today it rejected a U.S. proposal to end a 7-year-old civil war that has caused hundreds of thousands of deaths in southern Sudan. Colonel Mohammed Al-Amin Khalifa, member of the ruling 15-man officer junta, told the newspaper Al-Inqaz Al-Watani the American proposal was designed to internationalize the conflict unnecessarily. ده كلام بتاع حكومة، وياو كتبوا في الإنقاذ الوطني بتوع ده ياو الناس نيروبي بكتب عنه. فالناس بتاع تشويش ومن كثيرين في هيتم وفي تهيدا شجار وفي معالات بتاع ظلومة، ومن جاي شيلوا كلمات بتاع عمر ده بتاع عمر البشير هو ياو رفض، ونحن ياو قابل وافقنا في الكلام ده. ومن شيلوا كلامات بتاع عمر كنت في كشف بتاعي، شيلوا كلامات بتاع عمر بتاعي كنت في كشف بتاع عمر. ده العكس، ده تشويه ساكت. السلام كان في سلام زي ما قلت قبل، وجاء بكره نحن بمشي للسلام طوالي عشان نحن بيعرف هدف بتاعنا. مو سلام اللي بيقول انت كل سلام بتاكل هذا، نحن بحدث سلام مع سلام بتاعنا في يد بتاعنا. كان في اي زول بيفكر قال نحن بكل سلام على يوم من الايام وغلطان. سلاح ده بقعد في يد بتاعنا الى الابد. ده يا ابو جيب النجاح. انا اتكلم من سنه كم؟ من سنه 56 يا جماعه ادينا فيدريشن. قال الكلام ده بشوفه بعدين ما اشوفه يا دوب 72 اداكم حكومه متوت وشيلوا. اصلا انا بقول خلاص بلاش من فيدريشن. كان في فيدريشن ده للناس كله السودانيين كله. بلاش من حكومه متوت. نحن ماشيين في حكومه متهجنه في خرطوم ماله، وده حق بتاعنا. فكلام بتاع السلام ده إنشاء إنه ال SPLA رفض سلام. ما في SPLA برفض سلام. قريب ده نحن برضه قلنا لناس أمريكا وقلنا للناس بتاع OAU، وقد أنا مشيت في أديس أبابا
نحن قلنا ناس عمر كان عاوزين يتكلموا نحن جاهزين، لكن عمر عمل مشاكل بتوع وراه. هو معه سلام عشان اذا في سلام هيكون في انتخابات، واذا في انتخابات ناس عمر وناس دي يو بي او بيفوزوا، مش الاخوان المسلمين. برضو السودان اعلنوا المنظمه بتاع اخوان العالمي علن السودان كرئاسه بتوعهم عشان انتشر في افريقيا. فأسا هم ماشيين لمصر، هم بيعمل تدريب لقوادر بتاع اخوان مسلمين بتاع مصر. فقريب ده في اديس ابابا انا قابلته رئيس بتاع مصر حسن مبارك، ولنا ونس الكلام ده، وحسن مبارك قال معنا انه عمر ده لازم يمشي. ده ناس مصر عشان ده حكومه بتاع اخوان، فناس مصر ما عاوزوا، الحزاب كله في السودان ما عاوزوا، ونحن كلمنا برضه في اديس ابابا مع كل الحزاب وما جاء. الاتحاد الديمقراطي ما جاء، لكن انا كلمت مع محمد عثمان المرغني بالتليفون. ناس الحزب شويه جاء، ناس البعاثين جاء، كل الحزاب بتاع السودان ما عاوزين عمر البشير عشان اخو مسلم. فنحن ونسوا، نحن قلنا نعمل شنو؟ ونحن اتفقنا على خطه عشان نشيل عمر برا بسرعه. ونحن قلنا لنا خبره عسكريه، اي زول عاوز تدريب يجينا نحن بدربه. فيا الجيش بتاع السودان قال قسم اسد وحيقسم. ناس جاء لنا قال عندهم كوادر عاوزين يدربوا يمشي تدريب. هسه انا شيلته رسل لنا 11 ده في منطقه التدريب بتاعنا، لنا قاعد بدرب ده جديد SPLA يدرب ده جديد وكبير. ليه عملنا كلام ده؟ قال شنو؟ ناس جاء ياو جاء لنا. ده كلام ده في النقطة الأولى ده مهم. ده مش نحن SPLA يا ماشي لهما، بل ده ياو جاء لنا. لا أقول هم جتوا في شنو؟ قال والله في زول في خرطوم هنا اسمه عمر البشير، زول بطال خلاص. لا أقول كلام بتاعكم صح. فهذا بقول شنو؟ نحن عملنا اتفاقية مع ده، نحن بنادي في الميليشيات بتوعهم في المراحلين، بقول يا مراحلين سيب الشكل مع SPLA. أدو ياهو اسمه عمر البشير، سيب SPLA شوية. أنا أقول ده كلام كويس. كان انتم بقدر عشان تجيبوا المراحلين قيادة واحدة، وانتم تشاكل عمر البشير، انا بديكم تدريب. فالتدريب اللي انا بودي لهم ده عشان هم يمشي، ونحن بنشيل هم. كان كده التدريب بعدين هم بمشي لاول، من اولنا هم نقوم لورا قد، ومن هناك بمشي منطقة بتاع باب النصر الفوق المرحلين، ويكون المرحلين قيادة بتوعهم، ويمشي يعمل شكله لعمر البشير. كلام ده بطل؟ ده كلام كويس خلاص. مرهوما بدل ما يجي للجنوب هيمشي يعمل شكله لعمر البشير. فنحن هنستمر في التدريب بتاع قوادر بتاع اي زول عاوز يشيل عمر البشير، عاوز يشيله برا. كلام ده برضه بونزوه قال لي ناس عمل اتفاقية مع لازم نعمل اتفاقية مع عشان نشاكل مع ناس تانيين، ما نشاكل برانا. كلام بتاع شنو بيحصل بعدين احنا بنشوفه. عشان SPLA قوي، نحن ما بخاف من كلام من اي حزب.
ناس بخافوا مننا، بيقولوا اي حزب عاوز يعمل اي حاجه في السودان بيقولوا واس بي ال قال شنو؟ وانتم قلتوا خبر ده لاس بي ال؟ ده كل حزب بيقول كلام ده. حتى عمر البشير بيحل مع الاس بي ال بالليل. فنحن في المجال العسكري نحن ماشيين كويس، وعاوز نقول لكم انه عمر ضيع فرصه بتوه في السيف وقال بدمر نحن في السيف. السيف الفضة أسدي أو خريف في أمطار ده قوة صديقة بتاعنا، في طين ده قوة بتاعنا، في بوضة ده قوة بتاعنا، في خيران ده برضه قوة بتاعنا. في الخريف ده نحن بودي عمر البشير بنية كبير هو بوضع من البنية ده يوم ربو تامي والوي أبي شاد قود كيف شاد جدون في يوم تام وببين وباغين جديد والسودان جديدة وكاتب كور استعمار وانا وشولو إكوى كناديم وكاتب كور استعمار وانا وشولو ويا جود جردل وكاتب كور استعمار وانا وشولو إكوى كناسين وكاتب كور استعمار وانا وشولو كري يا بيت وجاب فيني تورين وشول يلوين كيو بانجو كيكو ميجور بويا أمين فينو كيكو كورجور بويا أمين ميرون عرفا كلان عرفا مدافع بيو كيكا وانا بيو كيكا وانا بيو كيكا ودادي كيلو يتمرو بيرة كنارة السودان يا نموينا دوركود وانا صنع دوركود قرم جون ويه شهر 10 شهر 11 كان في ناس بيقول قال وور شغل جوان شغل يا ده زمن اننا بكل كرة واحد في بنطلون واحد ونحن وكلام ده جد. نحن العمر ما قدر اننا في السيف، ما قدر اطلاقا. هسه ان بتوع صغير في كل محلات، هو تعبان في ملوك، تعبان في كاكا، تعبان في غرب استوائية وما عنده حاجة تاني فضل. ناس تانيين زملاء جايين من محلات كثيرة في جبال النوبة. نحن قوي موظف بتاعنا قمر يوسف هناك ماشي كويس. في جبال النوبة عندنا جيش كبير من أبناء جبال النوبة، مش من جنوبين زي ما كان بيقول ناس بتاع دعاية قال ليه جنوبين يمشي للشمال. كان وصل جبال النوبة المواطنين بتاع جبال النوبة يا بيصدق اس بي ال بيشيلوا سلاح وبيجيبوا حرية بتوعهم ومن نفس كلام ده. وانا مبسوطين مع ناس في جبال النوبة عشان هم عملوا شغل كبير. في دارفور شغل بدأ ومن نظم نفوذهم قبل ما نمشي هناك، ونحن بمشي هناك عشان نساعدهم. نحن بنقول عشان ده برحب كل ناس. نحن بننظم قوة بتاعنا في دارفور ونحن بنشيلوا دارفور، قوة بتاع اس بي ال بالناس بتاع دارفور، وفي خردفان بالناس بتاع خردفان، في النيل الازرق بالناس بتاع النيل الازرق بتاع انجازنا. كان بيقول نفسه هو جلابه والعرب بيجينا عشان احنا ما ضد العرب، وفي عندنا كثير في الحركه وهنمشي سوا في السودان الجديد. كان هنا يشيلوا دارفور ونحن يشيلوا جنوب كردفان ونحن يشيلوا جنوب النيل الازرق، في جنوب ثاني فضل في السودان، والسودان خلاص نحن نشيله كله.
مشكلة جنوب اللي بيقولوا ده أنا بسيبه ورانا. الزول كان الانفصالي ده قال عاوز جنوب، أنا بشيل الفيلم يكون عرض الحدود، يكون عرض الحدود في يامبيا، في نيمولي، في إيكوتور. أنا بقول خلاص أنت شكل بتاعك انتهى. أنا بمشي مع ناس نوبة، أنا بمشي مع ناس فور، أنا بمشي مع ناس إنجازنا، أنا بمشي ببلد بيجا كده، وأنا بمشي على خرطوم. وكلام ده بيحصل في وقت قريب. عشان كان لنا دبو، كان لنا شيلوا جوبا، ولنا شيلوا ملكال، ولنا شيلوا واو، ما الشكل بتاع الجنوب ثلاث انتهى. أنا عاوز أقول لكم من هنا نحن في السنة ده نحن بنشيل الجوبا ولا بنشيل واو ولا بنشيل ملكال. Tukwentim, dua tukwentim, butuan mai, dua tukwentim, butuan mai, wala tukwentim, butuan mai, tukwentim, butuan mai, kukucuman kejama tazi fenomen Chabad Sudan, kecuman kejama tazi fenomen Chabad Sudan, where ko jam da jama wala cuman, muye ko jam da. مبروك. نحن في الخريف ده وانتم ناس بتاع ايتان، ناس بتاع فنيدو، ناس جماهير بتاع السودان كله في معلات ومن فوق. نحن في السنة ده نحن بنشيلوا واو، نحن بنشيلوا ملكات، ونحن بنشيلوا جوبا، ونحن بنقول لعمر وسع من خرطوم. عشان كان معلاني الوقع ومن بوقع يوم داك نحن نقول في 83 نحن نقول نحن بنشيل السودان ده كله. ناس ما صدقوا، ناس دل بكلموا في شنو. وقت قلنا نحن بنشيلوا جوكو، قال جوكو بنشيلوا كيف؟ نحن نشيلوا. نحن قلنا نحن بنشيلوا ناس بنشيلوا كيف؟ نحن نشيلوا. نحن قلنا نحن بنشيلوا بيبو، نحن نشيلوا. نحن قلنا نحن بنشيلوا كابويتا، نحن نشيلوا. نحن بقول لنا بنشيلوا توريد، نحن نشيلوا. نحن قلنا لنا بنشيلوا بور، نحن نشيلوا. هسه انا بقول لكم قال انا بنشيلوا جوبا، انتم قاعدين كلام ده كيف؟ ولو من بمشي مع غير جديدة، ولو من بمشي مع اس بي ال، ولو من بيعمل شنو، وفي زمن هو من بقدر فكر ده ندقه. فكل التجهيزات بتاعنا عملناه، ونحن بنحقق الهدف الكبير ده، ونبدا في بناء بتاع المستقبل بتاع محلات المحررة. نحن هنمشي في مرحلة ثانية. نعمل دشمان ده الزمن ده كله، لكن دشمان ما بيعملوه ساكن في كابويتا، في توريد، في بور، في يرول، في أدق، في لار، في ناصر، في المحلات ده كله. لازم نأسس مؤسسات بتاع الحكومة. حكومة مش حكومة متعد، حكومة بتاعنا نحن يا أسسه. ده الأمور حالنا ماشيين فوقه. قريب ده ونحن بنفتح، نحن قاعد بنفتح في كلية بتاع بوليس، نحن قاعد بنفتح في كلية بتاع سجون، نحن قاعد بنفتح في كلية بتاع إداريين، نحن قاعد بنفتح في كلية بتاع وايل لايف بتاع الإدارة في البلد. ونبدأ شغل، نبدأ شغل بتاع المدارس.
جيش عمر يمشي في مدرسة هنا، نحن بنعمل مدارس برضه في البلد. نحن نفتح مستشفيات، نحن بنعمل تنمية بتاع زراعة، بتاع اسماك، القول الفي الضعف في كابويتا وفي محلات ثانية، نحن بنعمل تنمية بتوع زي ما قلنا اليوم ده. ونحن رسلنا إشارة للقيادة هنا إنه نحن بنعمل قروش بتاعنا بتاع السودان الجديد، والكلام ده لسه فيه. نحن بعدين انتم بشوف ياو قروش بتاع اس بي ال. نحن بكلم، نحن بودي اسم، وده ياو قروش يعني ده جنة جاء من وين؟ انت بودي القال ده ياو اسم بتاع قروش، ياو بكون اسم بتاع قروش، ونحن نعمله، ونحن نعمل تنمية بتاعنا. ده يأمر على اننا ماشيين فوقه. فكلام بتاع الجوبة وبتاع ملكال ده قال تتوب ده انسان. واخوانا الجايين من محلات ثانية هيقدم معنا في النضال ده. فالحاجات دشمن واي حاجة صعب دائما قوي، وقلب بتاع الناس قلب الضعيف بفرطة بكسر، بقول يمكن انا ما بنجح. انا عاوز احكي لكم نحن هننجح. نحن عندنا 7 سنوات، نحن عندنا 7 سنوات، عندنا 7 سنوات في شكله وفي خرطوم في حكومة، ونحن بنعمل تنمية عشان كل أسرة يكون موفر له فطور، يكون في بيت جداد، كل زول ياخذ بيت بتاع جداد، بس جداد حاجة سهل يعملوا. يكون في خضار، يكون في مويه نظيف. نسوان بتاعنا تعبانين في البلد، مرة بمشي 20 كيلو عشان اجيب مويه، نعمل دمر في الحلة. مرة بمشي اجيب كشف في حطب عشان اجي بقبله. المرأة السودانية تعبانة، المرأة في افريقيا كله تعبان. عندنا مويه كثير، قريب عن نمل هناك في رافت اسمه شنو؟ في شلال اسمه فولا. كان هنا عملوا بتاع كهرباء عشان نولد كهرباء هناك، ده بكفي السودان كله. ونحن بكله في كل قرية. أنا ما أعرف قرية بتاع وين، كانت من وات نحن بكله كهرباء في وات، كانت من أيوت نحن بكله كهرباء في أيوت، نحن بكله كهرباء في فانجاك، نحن بكله كهرباء في كتري، نحن بكله في حفروري في توري، نحن بكله في كل محلات في كل حلة بتاع السودان يكون في يولع كهرباء. أو مرة يطبخ من الكهرباء ده ما يمشي كهرباء ثانية عشان يجيب كشف. حاجات دي كله انتم بتشوفوا زي مستحيل، لكن ما مستحيل. نحن ضربنا وكتينا سلاح في يد بتاع اكثر من 80,000 ناس من 83، ونحن ما بدفع اي قروش عشان سلاح ده. انا بحكي لكم نحن عندنا قدره، عندنا قدره عشان نعمله، عندنا قدره عشان نوفر فطور كويس لكل اسره في السودان، عندنا قدره عشان نجيب مويه كويس عشان الناس يشرب مويه كويس عشان ما يكون يعني، عندنا قدره عشان نولد كهرباء عشان يكفي كل السودان. كان حكومه كل قلب بتوعه كل راس بتوعه في الكلام ده، نحن بمشي قدام. وده هو وصيه بتاع الاس بي ال. الاس بي ال جاء اول شيء عشان يدمر الجيش بتاع السودان القديم، عشان ده هو نقطه بتاع استعمار. ونحن اللي كنت في محل بتوعه جيش بتاعنا بتاع السودان الجديد، بس من كل المناطق بتاع السودان، جنوب وكردفان ودارفور وبيجا وحلفة والفنوس والعرب والجلابة والجعلي، ده كله سوداني. نحن ما بفرق فيهم،
ونعمل في العدالة. ده يا برنامج الأسفل جابوه، وبرنامج ده بمشي قدام. عندكم جيش كبير، جيش الأسود قدام، نحن ياهو. في جيش أحمر جاي ورا، وشي جيش أحمر تاني قابل ولده. نحن بمشي لمحطة بتاع السودان الجديد. فكل الإنشاء، أي إنشاء أنتم بسمع في إيتام رموا في بحر، عشان ده كذب بتاع الناس بتاع سواتا. الناس اللي ما عاوزين شكله، الناس القلب بتاعهم بقى ميت، وبيقول خلاص نحن عملنا كفايه، عملنا دوشه كفايه، خلينا نمشي عشان نعمل اتفاقيه عشان نلقى حاجه كبير اكبر من بتاع اديس ابابا. حاجه كبير ده شنو اكبر من اديس ابابا؟ كلام زي ده ما في. الاس بي ال اي في نقطه القوه، اقوى جيش في السودان هسه، اقوى جيش في افريقيا، يمكن يصيبوا ساوث افريقيا ويصيبوا مصر ويصيبوا اثيوبيا. اكبر جيش في كل محلات ده اس بي ال اي. انا الجيش اقوى من بلدان كثيرين حولنا. فالجيش بتاعكم قوي وماشي قدام، السياسه بتاعكم ماشي كويس وماشي قدام. كان انا خاطبكم بعدين في المستقبل نحن بتكلم في وضع جديد، عشان هسه نحن بنسيب انتم، وزي ما قلنا قبل نحن ماشيين شكلها. كان في زول زعلان او زول زعجان اللي في ايتم كل يجي معي اسده ما ينمنا ورانا، كل يجي لازم كم كل يجي معنا. يوم لا انا عملت زعجان عشان الناس زعجانين في ايتم، فانا قلت قوه ده يسموه زعجان، انا ما بعمل كشف، لكن القوه اللي انا عاوزينه ده قوه بمشي شكلها معي. انا بقوم معهم منين؟ بعدين انتم اي عسكري قديم مني في ايتم، انا ماشيين في دشمان البطال البلد يهودا، ما في دشمان تاني بكون اكبر من الدشمان ده. فانت يا عسكري تعالوا معنا، الشكل ده بنجح، انا بديكم القياده. فانا بسيبه للزول، انا ما بعمل كشف، لازم تمشي شكله. لكن اذا في عسكري عاوز يمشي دشمان معي مرحب، تعال انا بمشي سوا. المرأة الزعجانة برضو مرحبا، لأننا ماشيين شكلها، ما ده بلد بتاعنا كلنا. ده رجال براوي أو بيعملوا شكلها. من البلد لنا قلنا حرية للنساء، حرية ده فيه حرية بتاع النضال. فكل الناس العساكر من أي وحدة ولأي سبب هو في إيتم، أنا عاوز من يبلغ إني في طرفهم، ونحن بنشيله مش باتجاه تاني، نحن بنشيله باتجاه أننا قلنا قبل. أنا بشيل أنتم لكونيا كونيا، ما بنزور أولادي لكونيا كونيا معنا. أنا بشيل أنتم لكونيا كونيا، أنا بشيل أنتم لكتور، أنا بشيل أنتم لرجال ما في فول كذاته. فقلت تو كورجا مدربين، زول ما مدرب كل يمشي مركز بتاع تدريب هنا، لأنه بيعمل مركز. الناس اللي جو من بعيد، في ناس جا قريب ده من فانجاك، من ايود، من بنتيو، من ران. الناس الجو جديد وزول قوي هنكون في المركز عشان يعمل تدريب. فعسكري قديم تعالوا معي، عسكري جديد ما درب امشي مركز تدريب. السنه الجايه نحن بنتكلم في السودان، يمكن ما في إيتام،
ونحن بمشي قدام مع بلد بتاعنا. اي حاجه تاني نحن نسيبه، نربط قلب بتاعنا، نربط قلب بتاعه قوي ونمشي اخر مشوار. عشان ده ياو زمن زول واقف فلاتا في البلد هناك. انا قلت كثير مره كان دوق انت فلاتا، كان انت عين فلاتا بدوق انت فلاتا صدق. فلازم نربط قلب بتاعنا، نمشي قدام، ما نسمع اشاعات، والسلام بيجي بكره بكشف بتاع ماسوره وبكشف بتاع زول بتاع اللسان. نحن بنتكلم ونحن بيعمل شكله. واسدا الاس بي ال ده هو القوه الوحيد في السودان، القوه الموحده، القوه الضاربه، القوه الناس بخوف منه، القوه كل الناس في السودان بيتكلم عنه. قال اس بي ال قال شنو؟ اس بي ال هيعمل شنو؟ دكتور جون هيكلم 200 وقال شنو؟ ده هو كلام اللي بيقولوه في السودان. فتاني انا شكر انتم للحضور. عاوز احكي لكم تاني انه الاس بي ال في جانب العسكري قوي، الاس بي ال في جانب السياسي قوي، وقدام يعوننا ماشيين وجوبا ملكال واو وكدوغلي نحن بنشيلوا في السنه ده. جوبا ويه جوبا ويه ملكال ويه واو ويه كدوغلي ويه اس بي ال ويه السلام ويه اس بي ال ويه السلام ويه. كلام ده كلام صح، وانا عايزكم توحدوا عشان نمشي سوا. انا قلت كثير مره كان انت عاوز تعمل بنيه، انت بيعمل اليد بتاعك عشان نكون واحد ما يكون 5. وحده يا قوه، لازم نوحده. بعد ما سمعتوا الخطبه بتاع الرئيس بتاعنا حتى بنعلن لكم بعض التبرعات. جاني ورقه من شؤون المرأة ايتم باسم النساء بتاع ايتم كله، باسم الامهات اللي ما بيقدروا عشان يمشوا الكرام في جوبا، انه هم تبرعوا بمبلغ 8000 بير للجبهه بتاع جوبا. مالك احنا ما شغالين. انزل يا قد امر يا جماعه داير مالو لا 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 مالو ما تسمعي لا ما عربيه مليان معلم انزل بوري تكون شوف رميه بجاهنا
Borso. Aci bana ya kana bandi baba di don karama biyo da jan kana William Nyon ke ka ba ka tin gub man kai kai. Sana kaman Salva Kiir Mayardit ya udah kai dinar. Kuma biar bon. Awala shangma gwa biane kondial yakanen urun da denba Salva Kiir Mayardit yani janyura. Ngakane baba dar Salva Kiir Mayardit atawaya wani ki arari tan wasa rais sana bakala mako atai fan koran di braga yen fi abukum tani bordo Martin Manyal ya udah kai dinar. Baba di da jam kan wo ka mana garang no mabior akaji wannan baba di ku kai kaja Salva William Nyon Salva Kiir Martin Manyal kai kaja ka ata baba di da bi wo da ping abi jam mana abukum kabir tani Dualding ya udah kai dinar. أنا مبسوط عشانكم جدا وأنتم كله جايين من محلات بعيدة. ينضو لتاني كتير مشابهنا وأنا لونا والسودان جديد مريال غاكا بيج بيجن. بابا دي قال لي ويكاري. من تاوي كريه جبن إلا نقاد ولا نراندي وبمنتي ين ويك. إلا نريج. اشاد نريج اشاد جيل ان ويك وبا ريندر وبتنشي تنجين موك اباك موك نكون في كوندر انتم الجيش الاحمر البداية بتوم ده قبل 4 سنوات 86 85 نحن فكر عن تأسيس بتاع الجيش الأحمر كريزيرف كجيش بتاع مستقبل بتاعنا احتياطي
نحن نسيبه ورا ونحن ماشي قدام. نحن قلنا العيال بتاعنا البجي لازم نشوفه ونفتح مدارس لهم عشان يعلموا ويكون مستعدين يحاضروا للمستقبل. عشان نحن قلنا قبل كل جيل عنده مسؤولية، كل جيل عنده مسؤولية بتاع بلد، والدور بتاعكم بيجي عشان تاخد المسؤولية ده. عشان تعمل المسؤولية ده كويس لازم تحاضروا، لازم تعلموا، لازم تكون مستعدين عشان تحمل مسؤولية بتاع الجيل بتاعكم. ومن عمل مسؤولية بتوم كي يغناد كبار غزال تتنيري يغنابا أمانا ليب كما نجبال نوبا تتيو تو ميدان كنا يتو يغناد كتلغ مات كويلي وان تامي نا لا ريد نرو أو ريد نرو دي ميكي وراد كل ريد كون بانا تيغ مات كبانا غوار بانا جنغاج كيغ يندو لتي تاني تتيان يامنتي لونو وكي أبي للت ke la de ki le na ngunde ane kana ne ire ko ne tenyam wano wa bia let ti akare obi gidunu won kare bia tega mat ka bia tega gor mit ayo ba luen ka ki tuol ser aka gor no ko di tuol ser aji tuol na koy wan ke ban mir wat koy bo manat gi ko bo koy boy barkazal aji tuol pini go ngunde jala ngunde no waji tuol baga liap aji tuol liap waji tuol yer yalti longa wil ko yi ga cincin zang ga cincin zang hata ba nya wan ban no ba gite yen dang ti ke lom ben ko bo ka nang ti to fina men ko wo ga men o ga dang lum ti ben ko mo da nga men waji batu ga koy ter wan we koy rere men ti le wo ga do waji batu ga koy wer ko le ci ti men wandi ko wan ka rer cien ga ke bay lol kan الشكل مسؤولية بتاعنا نحن الجيل ده جيل بتاعي مسؤولية بتاعنا ده عشان نطلع بلد، عشان نطلع بلد نعمل دشمان عشان بلد يطلع ويكون عندنا حرية. أنا بعمل الترجمة بتاع دينك كمان. مسؤولية ده ورين يبقوا باي بابي buku baye bebe ku benang nom law mo sulia dun werin e go baga yik baga guir al موصوليه بتاعكم انتم الجيل القدامي ده عشان تبني البلد. نحن بكسر السودان القديم، هنا بكسره فلاتا ابو الوقت. السودان القديم نحن بكسره قطع بوقع كله kubi janga koryom garang epinyo gotie iter jon ban garang pan tie yin jon ban garang kumi di ya ba ping ba den ga che ka wen ga bur jozi ko ngi chamawu pana wel ga bur jozi ko e chamawu ji gab sel jindie ke ba ga loy ke ba ka luang ni pin wel chung nya nyan bil la jongong berang kiเป็นดูเนี่ยขี้คนนอกดองยองบ้าขี้คนนอกดองยองควรไม่มาลารียังกาดินเทอมบ่อยลาร์เคนเบียลัดมันลาดุนเอาว่าเบียดอร์เบียคำราดลาดุนเบียลัดเอาว่าเบียเชียงเบียคำราดบิมัลบัตตินเบียเว้ยเบียเรียลกันkami chagu kamrara chagu go mi biya latin awa wei biya yatot wei biya tot biya tu na pin mi manu wei chumne ndial ka kuyo an konda sudan nyam ba yatul ko pinya bangu ko pinyo kel kali be manu wei chatwa cha wona pin
وانا يا وي بياتس ككيو كينجي السودان الجديد. السودان القديم ده نحن عاوزين نكسره ليه؟ السودان القديم نحن عاوزين نكسره ونكسره ونكسره عشان نبني سودان جديد. عشان شنو؟ عشان السودان القديم ده ما السودان بتاعنا، ما السودان بتاع السودانيين كله. في ناس هناك كنغشوا في خرطوم بقول هم يا ولد البلد، ونحن ده ما ولد البلد. انت من جنوب وانت من جبال النوبة وانت من فور وانت من حداندوة انت من بيجا، انت مش من ولد البلد. بقول الناس هناك بقول بلد ده بلد بتوم وبلد مش بلد بتاعنا. نحن بقول لا، انت الناس اللي بقولوا قالوا من عرب ده، انا بقول انتم جا في بلد ده. انا ما بقول انا ما عاوز انتم، لكن انا برحب بكم وتكون زي نحن، تكون سوداني. كواجبان كواجب العرب اقول له بايك فاندين وكده اقول له كشيء باي فاندا وده ونانا نو باي كاو كانوا كاga yoke كتن فاوي كدو انا اقول له وي العرب كن فالك ويبو سودانيين وده كن المهم عشان بقى ديدي اكيران تلكو نانا ما بكره اي زول، لكن احنا بقول كل السودانيين بيجي يابا انت يكون بلد واحد. أكورنا أنا نجاكو أنا السودان القديم أبايا ويا بونا بين تايا ويلورا ويلا يا ختيتين أن فوين السودان إنيام هي السودان ممانا كونديان تاعنا نيدي بنتوما ما تشوال ورا جلابني كذا يوبن وي كذا شوفوا وين ويدا أول هو ده كله ويدونا دي كجينا كون ويما أو ما شابن تلا جيبا شابا يلوك كنا أنا هو بنا رجال ألاونا السودان كونديان إيه سيجن ينأتي تياغ جنوبتي تيجي جوي ينأتي تياغ جبالتي تيجي جوي ينأتي تياغ جوكيان شاري تيجي جوي كون تلا جوي وا تيجي جوي كاره مشي أقول بنو bana jiwai ka kuyiwo mikiya ben taga yabi toran anyan saba ben gone wo Sudan mungu daga kiyanga mo gwana wo ba woy ka ba Sudan ma jidit me bina jako wo biji nube biga ji Sudan biji nubne biga ji Sudan biji ko jokki yarchar biga ji Sudan ka ken jalamna biga ji Sudan bana twaken ngena ngoro wo ba Sudan ba woy نسيه كلام حقيقي أو كلام ربنا ذاته. عشان كان زول قام من لو جالي قاجاك وزوج بيجا قاجاك هو بيكون قاجاك. كان زول قام من بنتي وجا زوج في لو بيكون لو. كان زول قام من بور جا زوج في لو بيكون لو. كان زول قام من لو ماشي بارجزال في أول وزوج هناك بيكون من أول. ده قضية زيادة في كل محلات. أكيد راهون بو يعني بيو جانغول ولا كان كبنجي راهون بو كبنجول ولا وات ين كأتين نيوت بام بورسي أكان برهير ونويك بارا عندون. لكن زول جاي من خارج ما بقول انتم يا بكون ناس وكابيا غان أكيد كلام ده ما صح. كده مرقوا أنو رامنا أنا بنجرار بركول بيشول رانوي كما دي جيانا بنتيو دير بكوين كلاو لونو شي جينا لو دير جيانا بارغازال دير بكوين راي غاجا لونو شي جينا غاجا دير جيانا راي غاجا دي وغا بارغازال لونو شي جينا ران بارغازال شي دي كولا ولار ngani nimbiya ranwai kate ne di jinsin nana dara kula gwadi tang ni ko be chaye den no tama ki ko ben ki ko be we an konete la jiwe ka je na kon wi anana dara gwa tara ma de عاوزين السودان كانت ماشي في عاصمة بتاعك كانت ماشي في خرطوم
ما بقولوا جنوبي جاي أو فراوي جاي أو نباوي جاي أو حدانداوي جاي، بقولوا سيد البلد ذاته جاي. ده مهم. أكوارنا نا السودان الجديد نقولكوا قلنا نوكون موي وجيان جنوب ويوكاتم شابوي شي جنوبي شبن وي وجيان كدارفور باوي شي فوري يغبن موي وجيان كانغاتنا باوي شي واتاوي شي غبن أنا بايلار شي سوداني شبن أنجي نقولكوا. كلام الأول الجيل بتاعكم لازم يكونوا في راسه ويكونوا كويس. كباغ بين ويرين كباغ نيبين. كلام اللي انتم لازم تسمعوا كويس إنه السودان ده بتاعكم بايا فاندون. اسمع كلام ده كويس. بلد بتاعكم ده مهم. من بيالا ويدون يري ما كبانا لاريه لاريه ويدون انغوا انو وي ن السودان اويدون سودان اويدون سودان اويه سودان اويه سودان بتاعنا سودان ده بتاعنا سودان بتاعنا سودان بتاعنا. زول ممكن يكون وزير خارجية بتاع بلده، أي زول ممكن يكون مهندس في بلده، أي زول ممكن يكون دكتور في بلده. ده مهم. وانتم ده حاجة اللي انتم لازم تشوفوا كويس عشان تحضر نفوسكم عشان تقولوا حاجات دير تكون حاجات دير كله. وارنا ناجين تورا بفالجور مواي يوشي جنا غاروي بيراكولا وشانجور قبل جوبم قال جوبم غيني يا ويما اويدا ككويو نين ويما ديا تاويدو ديري غاري علىكا ديري اكوارا وي ديري جينا ديري اكاب ديري رايغا نارار ديري تديا ديري غلات دمانو تي تومنن نيامنا كوكين اجين غاروي mi wira kula opal jor enyen jek lani wi duwan wo enjin la garway me bir ya kore way افعندون وانت اللي بقى اي حاجه في البلد اللي بقى رئيس بتاع بلد كاره بنجام بيا يا بن كل يوم ان قدره كان بقى بن ان قدره كان بقى رئيس ان قدره كان بقى وزير ان قدره كان بقى دكتور ان قدره كان بقى مهندس ايدو ake ga gami عشان نحقق الكلام ده لازم يكون عندنا قوة. وياو شوف سلاح داك ده عنده 12 ماسورة. شوف سلاح داك ده جنگ بانكي سلاح داك مايك ده أنا شيله من جلابة بقوة قالوا من زول اسمه إزاي فول بشكله وفي كتير زي ده. أنا قوة بتاعنا أكيد بقى كبير موندا كان يده بقى كبير خلاص ونحن بعمل بنية مع جلابة هناك. نيني يا قوة نتانا قوم كناندا قوة وموك ما في أجاد بتاعك بيشيلو بوامتا تنين ريال وين كنوم كاكو أرومكا يغراني كم تاما فان جن مبومي كتلي يشاروي دا كواكو دا شورا أرغا دوبت كوي أنا وابي بوم كبيتة شار كي بوم نانيا دي بيتني كون كشانا شار بانين كون با وامي نانا كرار كدوبت كوينة وكان عندك مخ وما عندك قوة أجاد كمان بتاعك بيشيلو بقوة تنين نوم تنين كم كوين كريال كاكو أرومكا يغايا أرومكا يغايا ba matene wijin katele jibom wona ma ba kwa ku ba nan ba ki wide tatin katele boma tatin اثنين حاجة دي لازم يكون سوا كاكا كارو عضيلاته حاجات اثنين ده قوة وفكر قوة وعلم
لازم يمشي سوا عشان انتم الجيل ده تاخذ مسؤوليه بتاعكم وتودي بلد بتاعكم. انا كان بوم جلو كان كان جانا نو كيا وانا ما كويو تتو بيا كتير كويو بيا وي يا كل جاغا ما بيالا. حتى لو نينا طلع بلد وما عندنا ناس متعلمين مشكله لسه بيكون فيه. عشان كان وي تنا كمرار كتلا كونغوار غاي غوا مو دمبا بانا تغريب. لازم نطلع بلد وبرضه نعلم يال بتاعنا بايبو بيبي وميكو ابوك بيوك او بي بايبي. باوي با كمرار كا ينغات بايني بانا وي كمرار كا بايني ينغات. حاجه اسمه تعليم ده عاوز واحد يكون قلب بتاعه فوقه باي بيوتاو التعليم ده لازم تكون قلب بتاعك فوقه عشان ده ياو سبب انت جيت وين سبب بتاع تعب ده في السكه انت جاي انت تعبان وانت عرقان وانت جعان وانت عطشان لكن انت وصل لي ده عشان تمشي في تعليم فكان انت وصل لي الحمد لله انت وصل لي عمل تعليم كويس لان دي كيوي ده ايه تعبوا بينتني نرجع في دار ويمكن بيو يجي هيدا يدور بفالوي يا بيت birano ja palpinyangwa bielim nangwa kukiwo ariyete konte jedu naka jibol naka jiraw ka joyigiti la wal matom ga ji awo jina bai bengey kukiwo bi ma bi gangai fallo loju pin ko bi mi yema ba loju nangwa madrasa bibtada shويه زي war la toga yana ma na pin شو مدرسة بتاعك ده تقول ده سكاير ما سكاير سكول دو أنا كيكور سكول دي ده فاهم دي ده ري ويا ندول كورة دو سيما كويا يا كوي دول كورة دو ما دول كورة ما دي نحن بدأ يوم ده نحن ده أنا واقف قدامكم ده ما كلام بيشيلوا يد بتاعيني عشان نكتب إيه أنا بعمل كده إيه قطعوا Chalingi chatwokiya manakon ran poina ramatan yamduna metwo gar to ya tarjal ka to ya teda ba teda ba chol pin ba nang am chole bi manu bare da bagi darna السنة الأولى ده أول سنة ده ما عندنا كراس ما في ورقة وما في قلم رصاص ما في نحن كتب باليد بتاعنا لقد يديني ده بقى أملس أنا دوين كلين توقع جا تلا كبون مقار كتين كتلا وقلم جادنان توقع يا تيركو من في من ما يتيركو يا شوت أجيك بويا وركا قاربي قالكو تيمشو وقد وكين رانت وكين بين ولا قد توقع يا نكرا نان بانang ba tedi chotin ba chut ka bai bejo bedar biya betem dar na ko ba kula bena laga أنا بمشي شوية زي ده توقع تو ما بنا تانين مننا كان قمر مليان في راس بتوع زي تانيني ده كواجني في عمينيو المسؤول بالغور ينادي على بوس تانكو تولكين نيوبا كغاركو ونيوك ده نحن شيل برا شوية هسه شيل برا نيوك بتاعك ده شوية كان ما يمشي كله كرون تلاقو قبل الير كفي دون بمعدي كبوكوتي ودان جديد وبلاد جاك يا باي كفي دون بمعدي كبوكوتي ودان جديد جني جاكو جني يوم جوا تبكير جامون جني يوم جوا تبكير تاجر جني يوم جوا تبكير nano ya nyokun woi nano ka kui wa tele malatu wi gwa nyokun bia ka woi ke me ya ko nyoko ta ka woi
انتم الناس القاعدين قدامي ده في كل اشخاص بتاع مستقبل انا بشوفه. يا نير ديال تنيام نتي تاك نير دي ويري على كابي بي كنيام بقى كوي ودا كوي كل كل واحد هنا ف وننجي مهندس فيكم مهندس ريدون بترام شغال مهندس فيكم كبير بتاع زراعة بتنير كون تلا بير وكا فيكم رئيس دولة تاك نير كون بياكوار وي فيكم ضابط بتنير لاكوار فيكم طيار بسوق رانو كويس ديارة تاوي بندي دباية تاوي وزيرة تاوي مهندس تاوي راندي كاكدوم تاوي كل ديل فيكم. يعني رتيا وانا متي لاو جي تياري لاو نيد كون بيا وي بيا رواي بيا كوار ديني بيا نيد كون بانا جافو بنا بيدي تديالتو تغري دون يعني تيا نيورتي ده ما بيجي ساكت بيجي بشغل كيلو بالورا بقى غلط كنا كيلو بنتوك إلا بلو كلوي إنك كوي لا توم شغل يا أبو ودي ناس قدام تتكيلو بالورا بقى كلت يعني جانا كونيام شغل بتاعكم القدامكم هسه ده تعليم لوي توني إبغى كويس إبغى قد هذا أنت نيام دون تهم يام دولة تيان نيام نتي أنا هو بيعقار باين يج عمو الكلام ده كويس لا ده ما لا يا قار لوي كافي هسه أنتم تانين في السنة الأولى وتانين في السنة الثانية يوم ده هنا بدأ في فنيدو هنا بدأ في دمى فأنتم جيش الأحمر ده ما أنتم ما براكم إنه تقريبا أنتم 5000 في دمى عندنا في فنيدو عندنا تقريبا 20000 في دمى عندنا تقريبا 7000 ف20000 بتاع فنيدو وانتم مني 5000 25000 7000 دمى بقى 32000 وفي تانيين هنا قاعد بيعسسوا في كابويتا انتم بعد شويه انتم بوصل كله 50000 اصلا انتم 32000 في المناطق اللاجئين هنا 2000 ده ناس كثير وده جيش كبير حتى دشمان كان ما هنا ما قدروا انتم شيلوا وانتم بقدروا yana riba da wadi dam di tiya wana mati ka ba da wor janare wata ka fanyidu ka ba da wor baro wata ka dima amana gwayne ko ken yen ya ba da wor janan yok dono wo yen maki alat goro maki alwang ka cha ko ga ya kur de wo yenang ka dere ko dere lat ka ngade yen wo dere jalwang ba ko dan wo tan wo kam sal wa liv kadi في فنيدوان وانا اليف كاترو ده اجي اليف كاترو ودي وفي دما وانا اليف كادرو ده اليف كات دياغرو فابغا يجواك فوي جيش وابي ياو نانا نقول انتم جيش الاحمر انتم عندكم 2 مسؤوليه تعليم وتواصل الحرب كاننا ما كلزو كيجي وتام تول هو كون ولا غتوي nena bada morasa na yeli kana tega we dan ma tot ba ge ka dan wono sana kun tile beleko fi wo bi chapte tot bi to tin ya ko comrade William yon ba yana goti ko miya bagan ka kwara ni kwara ni won yana ta wani ma ba mu waktu kor wa bazid le bagar bitakum da miya bagar ziyada ba waktu kor شوية زي ده أنا وماذنا أنا بفتح لكم لبس بابا ينوم بينا با أنا بجيب مكانات عشان نعمل لبس بتاعكم في محل بتاعكم بابا ينوم مكاني كوي وبا بينا كون باغا بكني أن ويدون ورما تانين منكم يعلموه عشان يخيط القماش ده نرى يدون بقى نال كان كوي وبا نيه كوي وبا بينا كون بقى كركد ولا
kawaja bijiba hajade lazim nisibu nene ya bijiba hajade dana akini chukule bugo loy ole bugo ala loy ole bugo tiara loy ole bugo arabia loy akini chukuloy ukawe ukawo pije chanbe baka kaka ya loy intum ya bi alimu ashan kamu kelma da kon yan yana be we gon ke chan da muriada chan namul gamis da awal nazra gutun da mabzarau intum ma bagdara shan tazrau intum zarau kan jibu makana beta albiamul da ashan yakun gumash jibu makana da intum ma biamul makana da intum ma bishtagal makana da intum bishtagal ma da aja beta ta'lim ونحن بس ما مش عشان نشتغل المكنه ده نحن بنشوف مكنه ده عملوه كيف مكنه ده يعني لو يكي يدي يا لاد لو يكي ابو تيم نفتح عين بتاعنا يقول مكنه ده عملوه كيف نحن شيل الجزء ده كتو شيل الجزء ثاني ده كتو شيل الجزء ثاني ده كتو نحن نشوف جزء واحد لكن لو يكي يدي وما نعمل الجزء ده عملوه كيف ونحن عملوا مكنه بتاعنا بتاع شركه نسيج عملوا SPLA ذاته السودان جديد يا ابو يعمل مش كواجه ثاني نحن وده يمكن يا ابو يعمل انا غير وانا ما ابي كم بيو ما شراره توك لوره تو ورا لالال الله يا چاي بيت چنگ نورا کا چاي بيت دور جاني کا چاي بيت دور چا لا ما بيدنه جه كلنا من لار كاجه او انا لويدان كويو بان السودان ما فايتوك بانلا شوف ده انا لابس ده جسمه كان واحد ده جسمه ده عملوه من جلد بتاع بقر بتاعنا بتاع مراد يا ابي عملوا جلد زي ده عشان يلبسوا يا جسمه شغل له بقول له كان انا ما بيعمل اكوار ما تشوك ده اوار كان ورا ما شالغه جلد كان جلد ما بيني أن ينقل وقال تويتي أجينا ونوع يعني غير ديان كون كان ده لون لنا كتنا هو والتعليم معناه أننا نسأل جسم ده بيعملوا كيف اللوير دي كنا ربيع وار إنك بيو أشياء بعد فاس مش عشان تكتب ده ما بيأكلوا حاجة فوقه ده ما بيلبسوا كجسمه ده ما ممكن يجيب حاجة ما ده ما عربية ده انت جبروا انت عشان تكتبوا عسى ده الايه ده عشان انت تعمل جسمه زي ده تتعلم كواجه عملوا كيف انت تعلم العربية ده شوف عربية ده انا بشوف عربية ده عملوا كيف عشان يدور يجري ده يا امانه بتاع تعليم وده يا واجه انتم بيعملوا انتم نشوف حاجة ناس ده عملوا كيف نحن جامل كوبي نحن جاملوا بشكل ثاني ونحن نقول made in New Sudan عملوا في نيو سودان دين بتاع زمان عشان زول يعلمه يمشي يكون مفتش يمشي يكون موظف يمشي يكون كوير اللي بيقعد في المكتب وبيكتب ساكت بعدين بيصرف ميه وبياكل ساكت بياكل بانج بدون اي شغل بيو تايرون يقول بيو عشان برانا مفتش وبرانا ngok وبرانا بين كتيلو أفلكو أنا ماشي في مرحلة بتاع تعليم جديد. تمام. قولنا هو الميدان ما باني يكوي وبنعلت كم هو بقارنا كم مكمل تعبان ميما كتودان أول. أنا نعمل منظمة ده عشان يعمل تعليم سوا تعليم مع شغل سوا. فأنا ببدأ بحاجات أننا ممكن نعمل. أننا ممكن نعمل قماش. أسدا كان زرع السنة الجاية ننا زرع قطن كتير وننا جبنا مكانات بتاع النسيج ننا ممكن نعمل لبس بتاعنا زي ده ممكن نعمله أسدا ممكن نعمل بلاك بورد البلاك بورد ده الكشف ساكت ياو ضربوه ببويا أسود ده بلاك بورد كده ممكن نعمله أسدا نحن ممكن نعمل كراسات بتاعنا أسدا نحن ممكن نعمل كتب بتاعنا أسدا وانتم يا ابي علموا عشان تعملوا الحاجات دي تعلموا وتشتغلوا تعلموا وتشتغلوا كلام ده احنا بننفذ عشان الحياه بتاعكم تكون كويس احنا بنعمل جسمه كل واحد منكم يكون عنده جسمه
وتقول قسمة ده نحن يا وامل مش من مش من كواجه نحن ذاته يا وامل قسمة بتاعنا ده أنا بقول قميص بتاعنا ده نحن يا بيعمل نحن نادي نقول له عشان نعمل ده ونحن وده بيعمل فايتو ما كان السودان فايتو كم يوم أقوار كان لن وقكين كفي وقون كان أقوار ما وقكين بلاد كتدو كقوار يبا الحاجات دي نحن بوفر بواسط أصدقاء وبواسط شغل بتاعكم انتم الطلبة. تتبع كريالك كدوب مالنيكون كان دوب دون يندو لدول غورا كويتو لد دون لكيه كبو كيكا بانوم باكي باغل يا موري كان غوري يا غبان فيها وردون معناها وين ودمت مع بعض ناقة وين كنا ناقة وين كنا كان وبو من محلات مختلفة كان اس بي ال ياو ابو بتاعكم وياو بتاعكم معناه انتم اخوان مع بعض فالجاي من نوير الجاي من دينكا الجاي من شلوك الجاي من نوبة الجاي من فور الجاي من مابان كل الجاي من إكواتوريا كل ديل نسيبه من ورا خلاص نحن جينا في محل جديد محل اسمه SPLA محل جديد ده كل واحد أخو مع تاني فقبلية ده سيبو كله كلام ده واضح؟ أكوار ما سنوبن كSPLA كماندان كSPLA كغواندان كSPLA لونو سنة غاتشف سنة غور ما بي رجاني بي كانوبا بي رينوري بي وانما كان يريك على بوينتو كي بي غاشاي كتبن وانما غوال ما فايتو لونو شانا والكون مرمتين شانا غارام كد ما شانا ماني كون بانبين كشانا وانا كون بانبين ين بيارمات الله تتكل كل وان ينير كون بيا مستقبل اسفلي كيلا وتتكل أنا شوالا قبلية كي كام وينما ويجا ويدون وتعمل الشغل انتم جيتوا به لو بيوك ين لو بكاي جات لات ابه كيه انجن بيالات لات ابه كيه يو بياغون وقد نحن اسسنا الجيش الاحمر انا قلت نحن قلنا CNC انا زاد يا قائد بتاع الجيش الاحمر انا يا قائد بتاعكم ميدان توكو يا باغر يالك باغر يالك يندول شاوغن فوند كور انا رمضان لا كورون وكقائد بتاع الحركه وقائد بتاعكم بتاع الجيش الاحمر اي حاجه الفي زي ما قلنا قبل نحن بنجيب لكم شيغان شوا كورون كان كور اسبلي لونو ما بتتنا بان نونجي كيما شاء الله يمنان وتعمل الواجب بتاعكم كبي الله دون يا الله واجب بتاع تعليم
V V V V W W W W X X X X Y Z أنا جاب بعدين أنا جاب أسادسة بتاعكم عشان الناس اللي بيعلم انتم مين ده ياو أبوه بتاعكم ياو ممثل ياو SPLA فلازم تسمع كلام بتاع مدرس الزول اللي بيعلم انت ده ياو أبوه بتاعك وديه وعي بديه تعليم لازم تحترمه لازم تحترمه 34 سنة لا جبال ولا جنوب الزول يحكم الوطن 34 سنة 34 سنة ولا جبال ولا جنوب الزول يحكم الوطن 34 سنة 34 سنة يا قرن 34 سنة يا قرن 34 سنة يا قرن 34 سنة احنا جيناك دايرين سلاحنا عشان نحرر الوطن 34 سنة 34 سنة ولا حرية ولم نكد النتيجة 34 سنة 34 سنة ولا حرية ولم نكد النبوة 34 سنة 34 سنة يقولوا لنا انتم أنانا يقولوا لنا انتم أنانا ونحن ديش
يضرب وأنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب وأنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب وأنا سوداني ومن أجل الحرية تسيل دموعي وأنا إفريقي ومن أجل البلاد تسيل دموعي وأنا إفريقي ومن أجل البلاد تسيل دموعي وأنا إفريقي ومن أجل البلاد الضمير حاجر وأنا سؤالاني ومن أجل البلاد رشاش يضرب وأنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب أنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب أنا سوداني ومن أجل الحرية يمثلون السودان تجار ونحن أحظى الوطن ومن أجل البلاد يمثلون السودان تجار ونحن أحظى الوطن ومن أجل البلاد رشاش يضرب وأنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب أنا سوداني ومن أجل الحرية رشاد يضرب أنا سوداني ومن أجل الحرية نحن كيف نختار وإنتو حكمتوا الديار ومن أجل البلاد ونحن كيف نختار وإنتو حكمتوا الديار ومن أجل البلاد الضمير حاجر وأنا سوداني ومن أجل البلاد الضمير حاجر وأنا سوداني ومن أجل البلاد الضمير حاجر وأنا سوداني ومن أجل وقائد مع الجمهور كوميدي.
بدل الحركة بين الأبنياء وهو طبعا كلام ثاني يقيم لكم ولما ذكرنا وأقول لكل فترة هذا الأبنياء وصل إليها بأسرع وقت ممكن فكلكم انتبهوا أبار إيه ورا أثبت 862. They are ready for your instruction. The most people will begin. جواني هذا عشان يستقبلوا جماهير بتانيو السودان بيبينوا وبيخاطبوكم على راسهم طبعا الدكتور جوان غرمبيور رئيس الحركة الشعبية ومن بعده وعضو الحركة أو منبر هاي كرمان فهم كل من يريد المهم يكون في كلام والزمن ما مش موجود فلازم الفرصة للقائد عشان يأتي كلمة بتاعه لكم والسلام عليكم. جينا متأخرين للظروف بتاع الطريق ومورال أنا أعرف مورال فيه كثير نسيبه شوية عشان الزمن ما في نحن مع كومراد ويليام وكومراد سالفا وكومراد والدي نحن مبسوطين عشان نكون موجودين الليلة معكم في منطقة بتاع فنيدو ونكلم معكم. أنا كنت مفروض أجيكم في يوم 16 مايو للذكرى بتاع 7 سنوات بتاعنا بتاع الثورة بتاع الاس بي ال اي بتاع السودان الجديد. لكن أنا ما جيتوا لظروف بتاع العمل ظروف بتاع
عمليات في الميدان وعمليات في مجالات بتاع دبلوماسية في الخارج. زي ما انتم بتذكر وقد انا كنت هنا وعمر بشير شال سلطة في يوم 30/6/89. هو كان قال انه هو بدمر SPLA في خلال شهرين، قال حيدمر SPLA قبل نهاية بتاع الصيف، قبل شهر 5. فالكلام ده جاء من زول مجنون وما يشيلنا ساكت. فنحن كلنا ماشيين للميدان عشان نسيت الهجومات بتاع عمر البشير، ونحن سديناه ما عملنا اي شيء اللي كان الان. فهذا لا سبب ما جينا لكم مبكرا عشان الشغل ده، لكن نحن اليوم هنا وعاوز نقول انه في 7 سنوات المشهد نحن حققنا كثير فوق الكثير في المجال العسكري وفي المجالات السياسية والدبلوماسية. يعني واحد من الانجازات بتاع الثورة بتاع SPLA هو منطقة فنيودودا ذاته. فنيودودا أساسوا بصوبات، وانتم الجيش الأحمر هنا والأمهات والأبوهات اللي جابوا العيال هنا بيعرف كلام ده انه وكان احنا جينا هنا في فنيودو كان ما في قطيع، يعني كان في قطاطي صغار هناك بتاع اثيوبيين، لكن هسه ده بقى مدينة كبيرة. البوبليشن بتاعكم انا ما اعرف كم. البوبليشن بتاعنا 70,000 78,000. انتم اكبر من بعض من الدول الاعضاء في OAU في المنظمة الافريقية. وفي 7 سنوات للشغل الكثير اللي عملناه طبعا كان في صعوبات، عندنا ناس استشهدوا، عندنا معوقين، وده ياخد ثمن بتاع الحرية، ده ياخد ثمن بتاع فريدوم. وبالمناسبة ده أنا عاوز نهاية النسوان واليال بتاع الشهداء بتاعنا. نهاية المعوقين. وكل الناس الدفع الثمن بتاع الغالي بتاع البلد ده شرف بتاعهم، شرف بتاع تاريخ كله، عشان نحن بيأسس كل الأهداف بتاعنا. السودان الجديد اللي قلنا نحن بيأسسوا ده، أنا أحكي لكم نحن بيأسسوا، والناس بتاعنا اللي استشهدوا والناس بتاعنا تعوقوا ما تعوقوا وما استشهدوا ساكت. نحن ماشيين نحقق السودان الجديد. وكلام ده ما قصة. يوم ده في نيانيوان وانا كنت في نيانيوان، احنا عملنا شغل كثير لكن امكانيات كان بسيطة. يعني نحن ما مسكنا حتى فريق جريمة بورد 19 ميبر نقطة بوليس، نحن ما قبضوا. نحن ما قبضوا تيت، نحن ما قبض معلات، لكن نحن عمل شكلها. ده كان اساس بتاع SPLA ذاته، لكن هسه ده انتم بيعرف، وبشير بيعرف، وصادق بيعرف، وسورداء بيعرف، ونميري بيعرف، شعب السودان بيعرف، والعالم بيعرف انه SPLA قوي 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 خالص. يعني تريد ما بجي ثاني لا يا اخر بتاع شكله. انيو نايم يا كاجي بيوريا
ففي 7 سنوات نحن تحركنا بسرعة من ما مشينا في ملوى الغاور. نحن حققنا انتصارات كثيرة، بدأنا بهليكوبترات. نحن دقوا طيارة واحد فلاتة في ملوى الغاور، نحن دقوا 3 فلاتة في ناصر. هم استغربوا إنه جنوبين بيضرب طيارة فلاتة بصاروخ. هم قال هم عالم كلام ده من وين؟ أنا العلم علم يا واسع. انتم في جيش عمريني انتم مع تعلم، بعدين مش انتم بتضرب صاروخ، انتم بيعملوا صاروخ. من هناك مشينا في مشاريع الاقتصادية بتاع الدولة. مشينا قفلنا القنال المندين. زمان قال الناف بتوع ده بكون نص، قال كير هم جودان. وحققنا كلام ده. قفلنا المويه، قفلنا الزيت بالفلاتة اللي هي شركة بتاع توتال وبتاع شفرت. كان مفروض يمشي في إنتاج في سنة 85 ذات. إذا كان ماشي في إنتاج كان العدو هناك في خرطوم لقى إمكانيات أكثر عشان يشتري سلاح وإمكانيات أخرى عشان يكون ضغط فينا. فالقفل بتاع شفرن والتوتال والكنال كان إنجاز كبيرة، ده دفعنا لقدام. أصلا نحن بكلم هسه ده في سنة 90 نحن حررنا المنطقة من نملي ده على كان ينتر ملوال. انت فوت من نملي، انت جالي فقيري، انت جالي جوبا، انت ماشي لمانغلا، انت ماشي لجميزة، انت ماشي لبور، انت ماشي لأدوك، انت ماشي لتونجا. على كان الماء في نيونغور أدو هناك من وجنوب بتاع صوبات ده كله بتاع SPLA. المعالي اللي حررناه ده أكبر من يوغندا، أكبر من غانا. فنحن دولة بس نحن ما قلناه. الله بيجاني جون كابو الله رجوبا. الله بيجاني جون أبو الله رجوبا يرون ذاته. سبع سنوات شوف المحلات اللي هنا شيلنا محلات كبيرة. منعرف قال هنا بنشيلوا ناصر ده محل كبير. هنا نشيلوا ناصر، هنا نشيل أكوبو، هنا نشيل واد، هنا نشيل أيود، هنا نشيل بيبور، هنا نشيل بور، هنا نشيل مانغلا، هنا نشيل جميزة، هنا نشيل توريد، هنا نشيل كابويتا، هنا نشيل نملي. ده محلات كثيرة خالص. هنا نشيل يورول، هنا نشيل أدوك، هنا نشيل لير. ما ده ياو جنوب كله ياو هنا نشيله ده. في جنوب تاني فقط. وقد عمر البشير وقال جاء كلام فارغ كبير. قال SPLA ده أنا بشتته. قال هو بشتته. قال في شهر 5 ما في حاجة تاني بيقولوا اسمه SPLA. أصلا نحن في شهر 7 ماشيين لشهر 8 وأنا عاوز نقول لعمر البشير في حاجة اسمه SPLA قاعد وموجود. عجيب على جديد ده. وقد عمر قال الكلام ده وعمل خطة زي ما انتم سميتوا. جاب جيش كبير لكان ملكال وقام من ملكال قال ماشي بور
وقال ماشي في بور يشيل بور ويشيل في بور. بعد ما يعمل تعزيز بتاع موقف بتوعهم في بور وفي بور، بعد ما هم نشيلوا قال هم بمشي من في بور لبوما ومن بور لتوريد. يعمل تعزيز هناك ويقوم من توريد ويقوم من في بور يمشي لكابويتا وخلاص ده سبي ال ما في. ده كويس على الورق، ده كويس خطة على الورق. لكن احنا عمل شنو؟ ده نجيب جيش كبير في قناه، ده نشيد أمن وكان أمن وصل جوبا أمن تعبانين. ده نعمل شنو؟ ده نفوتوا لويسترن إكواتوريا في الغرب الاستوائية. نحن شيلنا كجوكجي، نحن شيلنا كايا، نحن شيلنا لاسو، نحن شيلنا توري، نحن شيلنا لانيا، نحن شيلنا موروبا، ونحن شيلنا نوزيي. وادو بيقى تعبان. قال سيبوا الكلام اللي قال بيشيلوا ناس بور ناس توريد ناس كابويتا ناس بيبور ده، سيبوا ناس تعبانين هنا في ياي وجوبا، تعالوا بسرعة. فنحن ومن شال الجيش بتوعهم ده بالصوبات كمان. كان ما مشى في الصحراء، ومن مشى بين أيود، مشى في الصحراء بين كوبا وكونغر وبين بيبور وبور، ومن بزوق مننا عشان يمشي بسرعة لجوبا. فنحن شاكل معهم هناك، نحن شاكل معهم في غرب استوائية، وياو أمطار جا، ده كتايب بتاعنا كمان كتيبة مطر جا، كتيبة بتاع بوضة جا، كتيبة بتاع طين جا، وياو نحن قاعدين نحن قدام. عمر البشير ما عمل أي شيء لنا، هو بكلم أكاذيب في خرطوم قال عنده انتصارات. قال الناس سألوه انتصارات ياتو، هو نجا وين بالضبط؟ وبكلم عن كرمك. قال نشيل موضوع كرمك ده. كرمك ده في يوم 30/6/89 وكان عمر البشير جاء في سلطة. كرمك ده كان بتاع منو؟ ده ما كان بتاعهم، ومن كان في كرمك. نحن شيلنا كرمك شهر 11. شالوا كرمك مننا. أهلا وسهلا، ما ده بقى زيرو. نحن يا شيلنا بالأول، هو شاله، فهو شاله اللي شيلنا منه. ده بيقولوا ده نجاح. هو قال عنده انتصارات في رومبيك، ما عنده أي انتصارات في رومبيك. هو ياو كان في رومبيك وكان في يوم 30/6. نحن حاصرنا رومبيك. جاء مع جيش فك الحصار ده ودخل جوا، دخل رومبيك. في زول بيقول لنفسه قال مبروك عشان هو دخل منزل بتاعه. هذا زول تعبان. ده ياو 2 محلات هو بكلم عنها. لكن ما في اي انتصار عمر شالوا في زمن بتاع سيف ده. وهو ياو كان في هجوم. نحن كنا في حالة دفاع عشان ندافع عن المحلات اللي نحن شيلنا، المحلات اللي نحن شيلناها قبل هو جاء في سلطة. المحلات اللي انا ذكرته ده. فده في مجال العسكري انا احكي لكم انه الاس بي ال اقوى من ما قبل عمر جاء في سلطة. نحن العضلات بتاعنا بقى اكبر، العمر بتاعنا بقى اكبر، فالعضلات بتاعنا شديد، ونحن هنحقق زيادة من كده عشان الهجومات بتوع الاوفنسيف بتوع انتهت. بالنسبة للسياسة نحن ماشي بعيد خلاص، بعيد. أنا أصدق أنا جاي من زيارة أنا عملته لدول في أفريقيا. أنا مشيته في 12 دولة، وكان أنا ماشي في أي دولة بقول أسفيالي جا، ومن بيعرف أسفيالي في أي محل، في أفريقيا، في عالم كلام تاني يوقع بونسو في لندن، يوقع بونسو في نيويورك، في واشنطن، في موسكو. بقول SPLA قال شنو؟ SPLA عمل شنو؟ SPLA عاوز شنو؟
ومن بشوف بعدين أنا عاوز شنو؟ ما أنا عاوز خرطوم ذاته ولا حاجة بدوسه. ففي مجالات بتاع السياسة ولا دبلوماسي نحن ماشينا بعيد. ناس مقتنعين في السياسة في داخل في السودان. كلام يوم ده بفرتقوا ناس ده قال انت قبل الليل انت يا كويس وانت لاقو انت يا بطل. بعد شوية بقول قال لا لاقو يا كويس وقبل الليل يا بطل لا ده كويس يا كويس. كلام ده كلام بتاع زمان بعملوا للجنوبين. هسه نحن يا بقول قال انت يا صادق المهدي انت يا كويس. انت يا محمد عثمان المركز انت بطل. مش كده. انت يا محمد عثمان انت يا كويس. انت يا صادق انت يا بطل. نحن بقينا نمر في حزاب في السياسات في السودان كله. فنحن عملنا اتفاقيات في كوغدام. نحن عملنا اتفاقية مع DUP مع الحزب الديمقراطي في 88 وده يا جاب تويتر يا جاب انقلاب ذاته. نحن عملنا اتفاقية مع حزب الأفريقية في جنوب وشمال. نحن عملنا اتفاقيات قريب ده. نحن عملنا اتفاقيات مع التجمع الوطني. نحن ونسوا مع حكومة في الخرطوم ذات. فنحن يا أبو دير نحن يا أبو دينما بتاع السياسة بتاع السودان. ونحن يا أبو السوق العربية السفينة بتاع السودان ده نحن يا أبو السوق في اتجاه اللي نحن عاوزه اللي هي اتجاه بتاع السودان الجديد. فالحركة بتاعكم ونحن خاشين في سنة من 8 ماشي كويس في جانب السياسي في جانب العسكري في السياسة الداخلي في السياسة الخارجية. كل ده أنا عاوز أحكي لكم إنه الحركة ماشي في خطوات تمام. لكن في ناس بيجي في نص وأنا عاوز نتكلم في الكلام ده عشان في إشاعات بمشي. قال عمر البشير قال is winning. قال هو عشان ناس بسمع كلام فارغ بتاع راديو ام درمان هم قالوا بشويش راديو بتاعنا. ليه بشويش بعمل تشويش للراديو بتاعنا؟ عشان ما عاوزين الناس بتاعنا يسمع الحقيقة. لكن كلام بتاع الراديو ده برضه نحن بحله. ما في حاجة ما عنده حل. فالتشويش بتاع الراديو بتاعنا ده بعد شوية انتم بسمع الراديو بتاعنا بيشتغل من 7 على كاد مساء. خاصة في تشويش في ناس بمشي من قطيع لقطيع بيقول في حاجة اسمها المبادرة الأمريكية American Peace Initiative. الأمريكيين جاء فعلا وقال انتم السودانيين لازم تعملوا سلام. نحن في جانب بتاعنا نحن قلنا اوكي نحن بيعمل سلام. الاقتراح بتاعكم شنو؟ فهم قالوا انه القوة بتاع بشير في الجنوب يرحلوا يفصلوا. فالمبادرة ده بقول فصل بتاع قوات. قوة بتاع بشير يشيلوا لشمال ويجيبوا جيش بتاع منظمة بتاع OAU بتاع أفريقيا عشان يقعد في النص بيننا وبين بشير. بعد نحن بونسوا نحن بكلموا نحن قلنا كويس ما عندنا مانع
الكلام ده انا ودكتور رياض دكتور لام ودينا لور ونزلنا الكلام ده في اديس ابابا معهم. احنا قلنا امشي لامريكيين لسودانيز، امشي لعمر، امشي ونس الكلام ده كمان، ونحن مستعدين عشان نقعد ونتفاوض. وانا قابلته الوزير بتاع امريكا في نيروبي يوم 18 سنة ده، ونحن كلامنا اتفقنا، ونحن طلعنا بيان مشترك بيننا ووزير بتاع امريكا. ده يا بيان ده، وده بيان بسيط بيقول انه انا Dr. John Garangamabiur, the leader of the SPLM, SPLA, and Mr. Herman Cohen, as U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, met on May 18th at the residence of the American ambassador in Nairobi. The talks, which lasted over 2 hours, were frank, cordial, and productive. The objective was to explore the ways of moving toward peace and democracy in the Sudan. The process will continue. ده يا كلام نحن قلنا انه نحن موافقين في المبادرة ده، وهو مشى لخرطوم، مشى كلم مع عمر البشير، والناس اللي رفضوا المبادرة ده مش الاس بي ال اي، ده ناس عمر البشير، ومن كتب هنا في انقاذ بتوع انقاذ الوطني، ده انقاذ بتوع مش بتاع الوطن، لكن ده جريدة بتوعهم يعني. فهو في كلام كثير هنا بيقول ماذا يعني رفض الحكومة الاقتراح الامريكي بتدويل قضية الجنوب، وهم كتبوا حاجات كثير هنا، ومن قالوا ومن رفضوا ليه، فرفضوا ده مش اس بي ال اي، ده بشير، وده ياهو الدوكومنت بتوعهم، مش كلام بتاع كشم ساكت. المبادرة ذات أنا عندي صورة بتوعه، ده المبادرة أمريكا بتاع سلام، وده رد بتاعنا للمبادرة ده للسلام لنا ودينا لناس أمريكيين، وده رد بتاع بشير رافض في الكلام ده. بعدين في مارسين هنا في النص ماشي دخلوا وقال انتوا ما عارف شنو؟ قال دكتور جون ده عاوزنا يا الناس يموت ساكت. قال معه سلام، معه سلام جاء من امريكا ده، وكلام العكس، كلام انا قلته ان احنا قالوا في القياده جدعوا برا ماشي شيلوا كلام بتاع عمر، كنت في كشف بتاعي قال انا اقول، انا ما اقول، ده هو عمر اللي يقول. فده مهم عشان تفهموا، عشان انتم مناضلين يا ولا ناس كبار، ده مهم عشان يفهموا. هسه ما في زمن عشان نناقشوا، فبكره الصباح على 6 واي ناس ثانيين قائد المنطقة بيشوف كلام ده، نحن بقعد ونحن بقرا الكلامات دي كله، نحن بقرا المبادرة على سلامة الأمريكا، نحن بقرا الرد بتاعنا، نحن بقرا الرد بتاع بشير، عشان الناس بتاع تشويش في الصفوف بتاع الناس ما يكون في نص الحقيقة لازم يوري. فنحن بتطولوا، نحن بمشي في شكله، وكان في شكله ده في ناس ما بمشي شكله ده بوزوز ورانا هنا. الزول بتاع وزوزه ده كل يمشي معنا لشكله، ما يقعد هنا ويعمل الوزوزه ده. اتاني كلام قال دكتور جون ده بدرب في جلابه، قال في ناس بتاع دكتور جون جابه وقال بدربوا. كلام نسي، انا قال بدرب في ناس بتاع ده كلام ما بطال، ده كلام كويس خالص. ناس يعودي علينا، ده مش نحن يا مشينا لناس ده ناس صادق اللي كان في الحكم ومباري ده يعودي علينا وقال يا اس بي ال
جيش شعب لتحرير السودان ورفيق ويليام نوانبان رئيس هيئة الأركان الجيش الشعبي لتحرير السودان والرفيق سلفا كير مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات ورفيق القائد الوالدي. هم الآن مع
المعلمين والمعلمات، أبناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة وبركاته. لنلقى لكم في مثل هذا اليوم العظيم، لنلقي إلى مسامعكم هذه الأبيات الشعرية والصورية. سلام عليك يا كائدنا ذو الكفاح المصلح. سلام عليك يا كائدنا مهارب الجوع والعطش والجهل. المجد للوطن. سلام عليك يا كائدنا صانع تاريخ السودان الجديد. سلام عليك يا كائدنا محب السلام، محب الحرية والسلام. عاشق الثورة السودانية المجيدة. عاشق الشعب السوداني الحر. عاشق قائدنا الفتي. النصر لنا والنصر للحركة بقيادة ابن السودان الحر الدكتور جون جراند مابيو. والسلام إلى الرفيق القائد ويليام نوانبان، رئيس هيئة الأركان الحركة الشعبية لتحرير السودان. وسلام برضو نمده إلى القمرد القائد سلفا كير ميادي، Deputy Chief of Staff for Operations and Security. والسلام إلى القائد الوالدين ويل عضو الحركة الشعبية العليا. بنقول كلمات بسيطة وبنرحب بكم اليوم لتكونوا بيننا وتقدموا لنا كلمات بسيطة شرحا للتطور في الحركة وكل المجال العسكري والمجال السياسي. وكلنا بنرحب بكم اليوم عشان أي واحد هيكون عنده فكر ويكون عنده كان بينقص عنه الخبرة أو سمع أو تتبع للتطور في الحركة. اليوم هتكون دي آخر كلام بالنسبة للزمن اللي قضيناه من بدري وليه حسي، ولتكون التطور بعد كده. أنا بتكلم لغتين، الإنجليزي والعربي. نحن بعض المرافق معي عشان نتكلم معكم. مباري نحن كلمنا في اللقاء عام وده ما كفاية بالنسبة لكم أساتذة elders and others citizens بتاع فنيدو عشان نتكلم بوضوح and to cover more ground than we did yesterday. نحن الأعضاء بتاع القيادة العليا الجاي معي will share also the ideas with you as we go along, and also in addition to Tanwir briefing, we also hear from you so that
we are on the same wavelength, so to speak. Well, I'll talk mostly about the things I talked about yesterday. الكلمات أنا كلمته أنا أمبارح بتفاصيل. Later on, we'll open up for discussion. I'll begin mostly with let us begin with the SPLA itself. You know, نحن في 83 we say we opt for the unity of the Sudan. نحن عاوزين وحدة السودان. كان ده نقطة نقاش و differences كثيرة في 83. ناس قواداتهم، ناس قايتوت، ناس عبدالله شوال قال لا نحن عاوزين a separate Southern Sudan. We have stuck to our point من زمن ده. You know, عاوزين وحدة السودان. Our point of view prevailed, it still prevails, and we believe and we are convinced that this point of view is correct. Both بالناحية بتاع المبادئ بتاع المبدئ والناحية الاستراتيجي والناحية التكتيكي. في كل all aspects this policy is correct. الناس في الخرطوم برضو بيقول عاوزين وحدة السودان. نحن في الحركة بيقولوا عاوزين وحدة السودان. كان في زول جاي من سما من مارس. Then he will ask us, and then why are you fighting? انتم ناس خرطوم بيقولوا عاوزين وحدة السودان. انتم يا SPLA بيقولوا عاوزين وحدة السودان. Then what is your difference? What is your problem? And our answer to that is that الوحدة السودان which we mean والوحدة السودان المقصود في الخرطوم ما سوا ما the same thing. وحدة السودان بتاع الخرطوم is based on عنصرية. It is based on racism. ده وحدة السودان بتاع المظلة بتاع عروبة. Sudan must be an Arab country. It is based on racism. Or Sudan must be an Islamic state. It is based on religion, religious factors. فده بفرق ناس. You cannot unite a country by stressing those things that divide people. القبلية بفرق ناس. العنصرية بتاع ريس بفرق ناس. الدين بفرق ناس. So you cannot build a great society, a viable society, whether this is Northern Sudan or whether this is Southern Sudan. في Southern Sudan إذا أنت جيتوا مع دولة بتاعك صغيرة اسمها جنوب السودان, if you implement policy بتاع قبلية, still you will not be united. So there is no country that can be united on the basis of things that divide people. Our view, our point of view, our philosophy, نسبة لوحدة السودان, is that nations, أي دولة أو أمة, ده تكوين بتاع تاريخ. Nations are formed as a result of historical movement of peoples. ناس بحجروا من سبب من الأسباب. We take for example the United States of America. It got its independence in 1776. Before this there was nothing, there was no nation called the United States of America. People started to go to America some 500 years ago. Before that country, Hunud al-Humr. فناس قاموا من أوروبا, people left from England, people left from Germany, people left from Scandinavian countries, people were taken from Africa. ناس ديل مشى براهم, ناس أفارقة were taken as slaves. كل ديل مشى أمريكا. For whatever reason they moved to America, they started interaction on the economic level, on the social level, on the political level. And a new socio-political entity, ظهرت جديدة,
a new socio-political entity emerged. طلع من أمريكا وبقى دولة كبيرة وقوي. It is the greatest country now on earth, the greatest power في العالم. Something new was created that makes Americans, that is United States, that makes Americans Americans. فوق الإنجليز، فوق الألماني الجاه، الإيطالي الجاه، الأفريكان الجاه. So a new umbrella, a new socio-political entity was formed. And that has its own characteristics, it has its own particularity. الإنجليزي الماشي من إنجلترا ماشي لأمريكا في war of independence with America fought against the English who was left behind in order to achieve independence. The Americans called this the war of independence. الإنجليز الفضل في إنجلترا مع المملكة call it the war of rebellion. And it is the same war. Sudanese, just as the Americans have done this. You see, the Americans speak English, but they are not English. They are Americans. فموضوع اللغة ده بيقول if you speak Arabic you are an Arab is false. ده أول شعر اللي جاء قدام ده كلمة عربي فصيح هو عرب وين هو؟ أنت عرب؟ بابا لكن أنت بتكلم عربي كويس. تفضل. Historically, it is false to say that if you speak English, therefore you are English. If you speak French, therefore you are French. It is false everywhere. Illa fi Sudan, this is false. This is not true. It's not true anywhere else in the world. الإنجليز في أمريكا when he wants to call him old. في أمريكا اللاتينية it is the same thing. See, in Brazil they speak Portuguese. And they are of Portuguese background and cultures. لكن حضارة جديدة Brazilian emerged. فهم they are Brazilians, they are not Portuguese. They speak Portuguese. عندهم حضارة بتاع Portuguese. But a new thing has emerged in Brazil. The same thing with Argentina. The Argentinians are country ولازم تبقوا على بينكم القاعدة وتكون سوداني. That's all we require of them. Nothing else. It is the same Italian American. He's not an American Italian. He's an Italian American. This question is when it is posed and it must